السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعه تكونوا بخير، انتوا كل بتحبوهم. اهلا وسهلا بحضراتكم في اول ورك شوب في المنهج. ايه ورك شوب ده يا معلم؟ اتكلمنا عربي. All English all the time. ببساطه شديده طلاب بريب 2 اللي خلصوا ليسون 1 وليسون 2 معانا على المنصه، او اللي خلصوا ليسون 1 وليسون 2 في اي حته، او اللي ما خلصوش ليسون 1 وليسون 2 خالص، النهارده احنا هنشرح لهم تاني ليسون 1 وليسون 2 بالتفصيل. بس كده؟ لا، كمان في اخر المحاضره في جزء اسمه توب 10. توب 10 ايه بقى؟ توب 10 questions من كل نوع، 10 اسئله من كل نوع اسئله، يعني 10 give reason، 10 what happens، 10 MCQ، 10 scientific term. كل نوع من انواع الاسئله هنحل منه اهم 10 اسئله على التو ليسونز. يبقى الورك شوب ببساطه احنا بنعيد فيها شرح الليسون تاني او التو ليسونز تاني، وبنقعد نحل عليها في نفس المحاضره. بتبقى محاضره طويله شويه، ما بنقولش ونعيد فيها ونقول ونعيد ونقول ونعيد زي ما انت متعود معايا لو انت بتتابعنا على يوتيوب في اول محاضرتين نزلناهم، او لو انت بتتابعنا في المنصه في كل المحاضرات اللي نزلناها. مش هنقعد نقول ونعيد نقول ونعيد ونقول ونعيد، لا، احنا هنتكلم ببساطه باختصار مش مخل، باختصار مش اختصار كده كروته يعني، لا، احنا هنشرح التو ليسنز بالتفصيل بس من غير الدوشه اللي انا بعملها في المحاضره. النهارده هبقى هادي، يعني مش واخدين عليا كده صح؟ بهزر طبعا، اكيد مش هبقى هادي قوي، اكيد هتنرفز واكيد هتنرفزوني. ليه؟ لو ما ركزتوش معايا. المحاضره النهارده مهمه جدا. دخلت المدرسه، دخلت المدرسه، لقيت ايه في المدرسه؟ لقيت دوشه، امتحانات وتقييمات وشيتات، والهات يا باشا الاشتغالات بتاعت المدرسه دي بتدوشك. لكن فجاه هتلاقيك اتشكيت بابره كده، وفجاه فقت لقيت نفسك خلصت يونت 1 وعندك امتحان الشهر على يونت 1 ومعجنه. ما تخليش اللي حصل السنه اللي فاتت يتكرر تاني. خلاص، احنا بنعمل كل اللي بنعمله السنه دي من خبره اللي حصل السنه اللي فاتت. حصل السنه اللي فاتت احنا اتفاجئنا بالطلبه فجاه بتلاقي يونت 1 خلص، وبعد كده ما هياش مجمعه يونت 1 مع بعضه. انت ممكن تبقى فاهم اول محاضره لوحدها وتاني محاضره لوحدها وتالت محاضره لوحدها، لكن مش هتعرف تجمعهم مع بعض. النهارده احنا جايين نجمع اول تو ليسونز مع بعض، واول تو ليسونز بالمناسبه كانوا ليسونز تقيله، ما هياش بسيطه، لكن الناس اللي تابعت معانا في المنصه اظن يعني ان شاء الله ما عندهمش يعني مشكله كبيره قوي في التو ليسونز دول. فيلا يا باشا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ هنشرح الاول التو ليسونز ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايزك تعرفها في اول ليسون وقبل ما نبدا في اي حاجه، هي ان الماتر اللي هي الماده، هي اي حاجه موجوده حوالينا عندها ماس وعندها فوليوم. عندها ماس يعني لما تيجي تحطها على الميزان، زي ما انا كده تحطيني على الميزان اطلع كام كيلو، هو ده الماس. يعني ايه فوليوم؟ يعني ليها حجم، يعني شغله حته من السبيس اللي حواليها. هي دي الماتر. anything، اي حاجه that has mass، عندها ماس، لو حطيتها على الميزان تلاقي ليها ماس، كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 1 جرام، اي حاجه، هي دي ليها ماس and occupies space، يعني بتشغل حته من الفراغ. اي ماتر في الدنيا، الماترز الموجوده حوالينا، الماتر ممكن يكون ليها 3 states: solid state، liquid state and gaseous state. solid، liquid، gas. solid يعني صلب، liquid يعني سائله زي الميه كده، وجاز يعني غازيه زي الهواء اللي بتنفسه. في حالة رابعة غير الثلاثة دول، الجاز والليكويد والسوليد، في حالة رابعة اسمها البلازما هنتكلم عنها لوحدها. لكن دول الثري main states of matter: solid، liquid and gas. أول حاجة أعملها معاك في أول ليسون هو إنك بيقارن لك ما بين السوليد والليكويد والجاز. فيلا نشوف هو بيقارن ما بينهم على أساس إيه. إحنا هنقارن بين السوليد والليكويد والجاز مرتين، مرة هنا ومرة في الصفحة اللي بعد دي. نسيت اقول، يا نهار ابيض، نسيت اقول ازاي نسيت اقول. احنا خلال الورك شوب اللي احنا شغالين عليها النهارده احنا بنشرح التو ليسونز كلهم من 4 ورقات، 4 بيبر، 4 ورقه 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 ورقه. تخيل 4 ورقات فيهم الليسونز كلها،
2 ليسونز كلهم في 4 ورقات، وتعود معايا على كده ان كل مره بنخلص ليسون بنديك الخلاصه بتاعته. الخلاصه في اللي انت شايفه قدامك ده، انت قدامك اللي انت شايفه قدامك ده خلاصه ال2 ليسونز، ممكن تذاكر منها وان شاء الله مش تحتاج تذاكر من الكتاب تاني. بس يعني ما ينفعش نبدا لك بده، لازم ناخد التفصيل الاول وبعد كده ناخد الايه الملخص، لكن ما ينفعش نبدا بالملخص ولا ايه؟ طيب نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنقارن فيها ما بين الجاز والليكويد والسوليد هي ايه؟ هي التغير اللي بيحصل للشكل على حسب الكونتينر اللي الماتر بتتحط فيه. الماده لو سوليد او ليكويد او جاز، ايه اللي يحصل لها لو غيرنا مكانها من كونتينر لكونتينر؟ يعني مثلا لو احنا عندنا برطمان واسمه برطمان، انا راجل فلاح بقول برطمان مالكش فيه. لو عندنا برطمان حطينا فيه كونتينر، يعني حطينا فيه سكر شوجر، بس مكعبات كده، مكعبات من الشوجر من السكر. لو نقلنا المكعبات دي حطيناها في كونتينر تاني، هل شكل الكيوب ده المكعب ده هل شكله هيتغير؟ هيبقى كورة مثلا، بول؟ لا. يبقى السوليد لما بنغير له مكانه من كونتينر لكونتينر شكله ما بيتغيرش، السوليد كده. لكن الليكويد لا. الليكويد لو انت جبت ليكويد سائل مثلا محطوط في ازازه شبه، استنوا اجيب لكم ازازه، محطوط في ازازه شبه دي مثلا، ازازه ميه زي دي كده، في الاستراحه ان شاء الله هقعد اشرب منها. ازازه ميه زي دي كده، شايف الميه واخده شكل الكونتينر، شايف الكونتينر شكله عامل ازاي؟ مقلوظ من هنا، بعد كده ماشي مستقيم، بعد كده مقلوظ من هنا ونازل وطالع، فالميه واخده الشكل بتاع الكونتينر. لو غيرت الميه دي حطيتها في كوبايه زي دي مثلا، برضه هتلاقيها خدت نفس الشكل بتاع الكونتينر. يبقى الميه الليكويد بياخد شكل الكونتينر اللي بتحط فيه. نفس الكلام في الجازز، الغازات بتاخد شكل برضو الكونتينر اللي هي بتتحط فيه. كنت ضربت مثال في الحصه، لو انتوا يعني كنتوا مركزين فيها، لو انتوا عايزين تركزوا فيها كنتوا ركزتوا يعني. كنت بقول لكم ايه؟ بقول لكم ان احنا عندنا بالونات في العيد. في بالونه بتبقى مدوره تنفخها تلاقي البالونه عامله كده، وفي بالونه تنفخها تلاقي البالونه بتتباع في العيد كده، شكلها عامل كده فيش 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 فيش، عامله كده، عامله زجزاج كده، فتلاقي الهواء بياخد شكل البالونه اللي بتحط فيها. يبقى السوليد ما بيتغيرش الشيب بتاعه من كونتينر لكونتينر، لكن الليكويد الميه مثلا بتتغير، الجاز كمان بيتغير. يبقى اول وجه مقارنه بين السوليدز والليكويدز والجازز، اول وجه مقارنه ما بين الثري ستيتس اوف ماتر هم ايه يا استاذ؟ هي التغير في الشكل على حسب الكونتينر اللي بتحط فيه. السوليد شكله ما بيتغيرش، مكعبات السكر مش لما هتتنقل في مكان تاني هتبقى بول، لا. الليكويد بيتغير والجازز بتتغير. تاني وجه مقارنه هي الابيليتي تو فلو يعني ايه؟ يعني الابيليتي، القدرة على الدلق. مين بيدلق يا ولاد؟ هل المية بتدلق؟ الغاز بيدلق؟ ولا السوليد اللي بيدلق؟ والله لحد ما اشرح لكم يعني ايه فلويديتي يعني نشرح الابيليتي تو فلو دي بالتفصيل. لحد ما اشرح لكم يعني ايه فلو، هشرحها كمان 3 دقايق اول ما اخلص الجدول ده، هننزل نشرحها وشايف العنوان اهو، فلويديتي اهو، صح؟ لحد ما ننزل نشرحها فانت لازم تبقى عارف ان الجازز بينفع يحصل لها فلو. الجازز الغازات بينفع انها يحصل لها فلو، زي مثلا ايه؟ الجاز الهواء اللي جاي لي دلوقتي من التكييف ده اهو، حصل له فلو، انساب، اتدلق عليا من التكييف لحد ما جه في وشي. الليكويد بيحصل له فلو، الميه تيجي تدلقها تلاقيها تدلق معاك، صح؟ لكن السوليدز، هل المواد الصلبه بينفع ان يحصل لها فلو؟ لا. يبقى تاني وجه مقارنه في نفس اللي قلناه فوق بالظبط، السوليد مش معانا والجاز والليكويد معانا، اللي بيتغير شكله على حسب الكونتينر الجاز والليكويد، لكن السوليد لا. الابيليتي تو فلو، القدره على الدلق، موجوده عند الجاز وموجوده عند الليكويد لكن مش موجوده عند السوليدز، صح؟ تالت حاجه هي الكمبريسابيليتي. ايه كومبريسابيليتي دي يا شباب؟ الكومبريسابيليتي دي ببساطه معناها القدره على انها تضغط لما يحصل عليها بريشر، ضغط.
عشان نفهم الموضوع ده هو، تعال اقول لك حاجه هنقولها تاني، هنشرحها تاني. الحاجه اللي هقولها دلوقتي هنرجع نشرحها تاني كمان شويه، بس تعال نقولها بالتفصيل بسرعه جدا. سيادتك عارف السوليد والليكويد والجاز؟ يا مستر عارفهم، الثري ستيتس بتاعت الماتر. عارف السوليد والليكويد والجاز دول التلاتة هم نفس الحاجه. والله يعني مثلا الميه اللي هي H2O، عارف الميه يا ولا؟ الميه ممكن تبقى ووتر فيبور، ممكن تبقى جاز، ممكن تبقى ميه بنشربها ليكويد، ممكن تبقى ايس، يعني ممكن تبقى سوليد. يعني نفس الماده، نفس الماتر ممكن تكون سوليد او ليكويد او جاز. امال الفرق ايه؟ الفرق بين الايس والووتر، الايس والووتر فيبور، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هو اللي انا هعمله دلوقتي. ان السوليد ستيت، التلج ده عبارة عن شوية موليكيولز، والموليكيولز دي في السوليد ستيت بتبقى لازقة في بعضها جامد 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 جامد. السوليد ستيت اللي هو الايس بتلاقي الموليكيولز بتاعت الووتر ل H2O، تلاقي الموليكيولز لازقه في بعضها. ايه الموليكيولز دي؟ ولد ها يا ولد، ركز يا ولد. القلم ده، مش القلم ده ماتر؟ خدت انت السنه اللي فاتت ان اي ماتر في الدنيا بتتكون من موليكيولز، وكل الموليكيولز بتتكون من اتومز. مش خدت الكلام ده قبل كده؟ ما خدتوش؟ ما ذاكرتوش. مش مهم يا اسطى، ركز معايا يا اسطى، يا نهار اسود، ده احنا يومنا طويل قوي. صلى على النبي. دلوقتي يا باشا انا بقول لك ان اي ماتر ده، الريموت بتاع التكييف، الميه، ازازه الميه، اي حاجه في دول عباره عن ماتر، واي ماتر في الدنيا بتتكون من موليكيولز. بس الموليكيولز بتاعه السوليد ستيت بتبقى محشره في بعض، لازقه في بعض. الموليكيولز بتاعه الليكويد بتبقى عامله كده، بعيدة عن بعض شوية بس مش كتير، بعيدة عن بعض. ماشي. طب الجاز، الموليكيولز بتاعتها بتبقى بعيدة قوي 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 عن بعض. تقريبا فهمتك عايز تقول يا مستر. فاكر يا مستر من شوية لما كنت بتكلمنا عن حاجة اسمها كومبريسابيليتي؟ فاكر. اهو ده ينفع يحصل له كومبريسابيليتي، ينفع يحصل له كومبريجن، ينفع يتاثر بالبريشر. ليه اشمعنى يعني؟ لان الموليكيولز زي ما حضرتك شايفها كده، لما هيحصل عليها بريسنج، هيحصل عليها ضغط، الموليكيولز هتقرب لبعضها، السبيسز بتوين ذم هتقل. لكن هنا اصلا مفيش سبيسز ما بينها وما بين بعضها، قليله قوي. السبيسز بتوين موليكيولز هنا صغيره جدا، فهنا هتضغط فين؟ ما هم لازقين في بعض اصلا. لكن هنا لا يا باشا، انت ممكن تعمل ضغط، ممكن تعمل بريسنج، هنا هتلاقي يا باشا الموليكيولز بتقرب لبعضها. يبقى الموليكيولز هنا كومبريسابيليتي، عندها كومبريسيبل، يعني ينفع انها تتضغط. هنا لا ما ينفعش انها تتضغط. هنا ما ينفعش تضغط. اسمعني تاني كده. هنا بتضغط عادي، عندها كومبريسابيليتي. هنا ما فيش كومبريسابيليتي، مفيش مكان، ما في، الموليكيولز لازقه في بعض. هنا ما ينفعش تضغط. الوقت يعني ايه بقى النفس اللي انت خدته ده، التنهيده اللي انت خدتها دي، عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول لك يا روح قلبي ان هنا في سبيسز يعني نفسها تضغط بس صعب. يعني هنا صعب، هنا مستحيل، هنا عادي ممكن يحصل كومبريس. يبقى الكومبريجن، الضغط، ممكن يحصل هنا، مش ممكن يحصل هنا. تعال نشوف الكلمتين دول موجودين في الجدول. الكومبريسابيليتي، الجاز كومبريسبل يعني ينفع ان هو يتضغط. الليكويد almost not compressible، غالبا ما بينفعش انها تتضغط، صعب انها تتضغط. لكن السوليد مستحيل، not compressible، مستحيل انها تتضغط. خدنا 3 اوجه مقارنه بين السوليد والليكويد والجاز، هنحفظهم ولا تفضل تبص لي؟
انت مبلم كده ليه؟ يلا يا بيه، يلا يا بيه تشينج. it changes in shape with its container، يعني التغير مع على حسب الكونتينر بتاعها. الجاز بينفع انها فعلا شكلها يتغير، الليكويد شكلها بيتغير، لكن السوليد شكلها ما بيتغيرش. تاني حاجه الابيليتي تو فلو، مين اللي بيدلق؟ الغاز بيدلق، الليكويد بيدلق، لكن السوليد ما بيدلقش. الكمبريسابيليتي، كومبريسابيليتي دي موجوده عند الجازز بس، مش موجوده عند الليكويد، مش موجوده عند السوليد. صح؟ بص كده، ممكن اسال سؤال. هو انا هنا لما عملت كومبريس، هل المولكيول ده حجمه صغر؟ لا، انا لما عملت هنا كومبريس يا شباب، هو ايه اللي حصل؟ المولكيولز كل اللي حصل بس انها قربت لبعض. يعني المولكيول الواحد السايز بتاعه مقاسه فضل زي ما هو، لكن اللي اتغير هنا هو ايه؟ هو السبيسز بتوين مولكيولز. لو سألتك الفوليوم بتاع الماتر السوليد ينفع يتغير؟ الفوليوم ينفع يتغير؟ لا، لاني ما هضغط مهما اضغط الفوليوم مش هينفع يتغير. طب الليكويد، هل الفوليوم ينفع يتغير؟ صعب. احنا قلنا صعب، بيحصل لها كومبريس بس صعب قوي. هنا بقى هل الفوليوم ينفع يتغير؟ ممكن يحصل له ايه؟ ممكن يحصل له ريديوس، ممكن يصغر، يختزل. بيصغر ليه؟ هي الموليكيولز بتصغر؟ لا، الموليكيولز ما بتصغرش. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان السبيسز بتوين موليكيولز هي اللي بتقل. يبقى لو سألتك مين عنده كومبريسابيليتي؟ ده عنده كومبريسابيليتي، ده لا. مين الحجم بتاعه يتغير؟ ده حجمه يتغير، ده لا. ده حجمه يتغير ليه؟ هي الموليكيولز بتصغر لما بضغط عليها؟ لا، حجمه بيصغر لان السبيسز بين الموليكيولز هي اللي بتتغير. الكومبريسابيليتي هنا كومبريسابل الجاز، الليكويد لا، السوليد لا. فوليوم تشينج، ايش الحجم يتغير، الجاز هيحصل له هيحصل له ريديوس، ممكن يصغر بسبب الكومبريس، لكن الليكويد لا، السوليد لا. اخر حاجه ability to diffuse. ايه ability to diffuse دي؟ القابليه للانتشار. هقول لك معناها حالا، اللحظه ده هي هقولها. بس الability to diffuse الانتشار بيحصل في في السوليد لا، في الليكويد والجازز ممكن يحصل. يعني ايه؟ والله هقول لك يلا ما تستعجلنيش ولا الحصه لسه طويله، ده انت خلقك ضيق. جاز ليكويد سوليد، هي الجاز والليكويد والسوليد، قارن ما بينهم. يلا 5 حاجات هنقارن ما بينهم. 5 حاجات. اول حاجه بيتغير، مين اللي بيتغير شكله مع الكونتينر بتاعه؟ السوليد والجاز. السوليد لا، لكن الجاز والليكويد طب مين عنده فلو، الابيليتي تو فلو، انه يدلق الجاز والليكويد يدلقوا السوليد لا. كومبريسابيليتي موجوده عند قول يا ولا قول بقى. كومبريسابيليتي موجوده عند الجازز، مش موجوده عند الليكويد ومش موجوده عند السوليد. طب الفوليوم تشينج، مين الفوليوم بتاعه ممكن يتغير؟ الفوليوم ممكن يتغير عند الجاز، لان الجاز هو اللي عنده كومبريسابيليتي، لكن الليكويد لا والسوليد لا. اخر حاجه ability to diffuse، موجوده عند الجازز والليكويد لكن مش موجوده عند السوليد. يعني ايه بقى diffusion؟ ويعني ايه فلويديتي؟ فاكر الفلويدي اللي هي فلويديتي اللي قلت لك هنجي لها كمان شويه؟ تعال نشرحهم يلا بالتفصيل. طيب ايه بقى قصه الفلويديتي دي؟ فلويديتي اللي هي الابيليتي تو فلو، هي الفلويديتي هي الابيليتي بتاعت الفلويدز انها يحصل لها فلو. ايه بصراحه عبط ده، انا ما فهمتش حاجه برضه. ايه الابيليتي بتاعت الفلويدز دي؟ ايه فلويدز دي؟ كلمه فلويدز معناها بالعربي يا اولاد كلمه وحشه قوي اسمها مواقع. يعني ايه فلويدز؟ ايه فلويدز دي؟ اخلص، عايز تقول لنا ايه؟ الفلويدز يابا هي اللي عندها الابيليتي تو فلو. مين كان عنده ابيليتي تو فلو؟ الجاز والليكويد. يبقى انت اتعلمت ان الجاز والليكويد انا ممكن اقول على الاثنين فلويدز. يعني ايه بقى عندها ability to flow؟ زي ما قلت لك القدرة على الدلق، القدرة انها تدلق، صح؟ يعني ده بيفرق من مادة للتانية؟ تعالى مثلا نبص هنا كده.
ونشوف ده عسل يا جماعه، عسل ابيض، عسل ابيض، امتنان، ظهور الربيع، عسل نحل نقي طبيعي 100%. ماشي. بص كده على العسل وهو بيدلق، بص عامل ازاي يا معلم، بص هو بيدلق، واخد بالك من التقل بتاعه. تعال نجرب تاني، بص بص بص، بص لما بيجي يدلق تقيل ازاي، ما شاء الله، عجل وهو نازل، عجل. لكن قارن ده بالميه، بص كده، بص 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 على ايدي، بص بص، يا خبر ابيض، تدلق بسهوله قوي، ده انا خايف انها تقع مني اصلا، صح؟ يبقى في فرق وفرق واضح ما بين دلق العسل ودلق الميه. الفرق في ايه؟ ليه العسل كان بيدلق بسهوله كده وليه الميه بتدلق بصعوبه؟ سيبك من ان العسل ريسي تحت والميه فوق، انا ما بتكلمش على الدنستي دلوقتي، ما بتكلمش على الكثافه، لكن انا بتكلم اشمعنى العسل اتدلق بصعوبه والميه اتدلقت بسهوله. عارف ايه السبب اللي خلى ده يدلق بصعوبه وده يدلق بسهوله؟ حاجه اسمها فيسكوزيتي. فيسكوزيتي يعني السبب العربي اللزوجه. العسل لازج كده، هو نازل عجل كده نازل، لكن الميه عندها فلويدتي عاليه، عندها سيوله عاليه. خلاص كده، يبقى العلاقه ما بين الفيسكوزيتي والفلويدتي علاقه ايه؟ ريفرسبل، علاقه عكسيه. بص بص بص، الفلويدتي ability of fluids اللي هي الليكويدز والجازز to flow easily، القابليه عند الفلويدز اللي هي الليكويد والجازز عشان تنساب بسهوله. الفلويدتي دي قال لك decrease، بتقل كل ما زادت with increasing viscosity. يبقى الاتنين عكس بعض، عكس بعض، عكس بعض. ايه اللي عكس بعض؟ كل ما زادت الفلويدتي كل ما قلت الفيسكوزيتي، كل ما زادت الفيسكوزيتي كل ما قلت الفلويدتي. خلاص كده، يبقوا الاثنين بيبقوا عكس بعض. اتفقنا؟ فهمنا يعني ايه ability to flow اللي كانت فوق دي؟ مش قلت لك هشرحها كمان شويه؟ ادي شرحتها اهو. عرفت يعني ايه ability to flow؟ الابيليتي اللي عند الجازز والليكويد انها يحصل لها فلو easily، تنساب بسهوله. مين بينساب بسهوله؟ اللي الفلويدتي بتاعته عاليه. طب مين بينساب بصعوبه؟ اللي الفلويدتي بتاعته قليله. يعني ايه فلويدتي عاليه؟ يعني فيسكوزيتي قليله. يعني ايه فلويدتي قليله؟ يعني فيسكوزيتي عاليه. خلاص كده؟ طيب، تاني حاجه اهو بيشرح لك يعني ايه كومبريسابيلتي. انت فهمتها؟ لا كنت قلبت هنا وشرحتها لك، فاكر دي؟ فاكر الكومبريسابيلتي؟ ماشي. ايه بقى الكومبريسابيلتي ده؟ عايز ايه يا عم الحاج؟ بيقول لك كومبريسابيلتي هي ديكريزنج كومبريسابيلتي، يبقى ديكريزنج، بقلل مين؟ بقلل الفوليوم. ديكريزنج ذا فوليوم اوف جازز، تقليل حجم الجازز باي انكريزنج مين اللي بيعمل ده؟ اللي بيعمل ده هو مين؟ البريشر يا ولا. باي انكريزنج بريشر exerted on then، يعني المؤثر عليها. يبقى الكمبريسابيلتي هي decreasing the volume، تقليل الحجم بتاع الجازز by increasing pressure exerted on them. خلي بالك ان هو اتكلم على الجازز بس، لان احنا اتفقنا ان الكمبريسابيلتي دي بتاثر على الجازز بس، او هي خاصيه بتميز الجازز بس، مش بتميز السوليدز ولا بتميز الليكويدز. يبقى احنا فهمنا يعني ايه فلويدتي وفهمنا يعني ايه كومبريسابيلتي. الفلويدتي دي كانت ايه؟ كانت الابيليتي تو فلو. ابيليتي بتاعت مين؟ بتاعت الفلويدز. مين فلويدز؟ الليكويدز والجازز. تو فلو ايزلي، يعني انها تنساب بسهوله، وانها طلعت عكس مين؟ عكس الفيسكوزيتي. الفيسكوزيتي ده التقل بتاع العسل وهو نازل، لكن الميه الفيسكوزيتي بتاعتها كانت قليله، بالتالي الفلويدتي بتاعتها كانت عاليه. طب الكومبريسابيلتي كومبريسابيلتي يا استاذ هي decreasing the volume of gases، تقليل حجم الجازز by increasing مين اللي كان بيخلي اصلا كومبريسابيلتي ده يحصل؟ هي مين؟ البريشر المؤثر عليها. كده فهمنا يعني ايه فلويدتي، فهمنا يعني ايه كومبريسابيلتي. تعال نروح يا باشا لمين؟ للديفيوجن. يعني ايه ديفيوجن؟ تعال اقول لك. بص يا صاحبي، الديفيوجن ببساطه، استنى عشان ايه نشيل البلاستيكه ده. الديفيوجن ببساطه يا شباب هو الحركه بتاعه اي ماده من الهاي كونسنتريشن بتاعها
لللو كونسنتريشن بتاعها، ولا فهمت اي حاجه. يعني ايه بقى؟ مش هتقطع ليه؟ في ايه؟ لا اله الا الله. ماشي. الحركه بتاعت اي ماده من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن يعني ايه؟ تعال اقول لك. صلي بينا على النبي يا سيدي. ده دلوقتي لون موف. بص كده، ده لون موف. تعال نشيل العك كده. ده لون موف يا ولاد، صح؟ اللون الموف ده يا شباب، اللون الموف ده موجود جوه العلبه دي دلوقتي، بكونسنتريشن عالي، صح؟ يعني انا لو سالتك هنا ولا هنا الكونسنتريشن الاعلى للون الموف، هنا ولا هنا؟ هنا، صح؟ يبقى الكونسنتريشن هنا عالي للون الموف، هنا قليل، صح؟ هنا قليل، هنا صفر. هو في هنا لون موف خالص؟ ما فيش لون موف. هنا الميه شفافه اهي، صح؟ ما فيش فيها لون. يبقى هنا الكونسنتريشن عالي للون موف، هنا قليل، صح؟ ايه اللي يحصل لو انت دلقت نقطه من هنا على هنا؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ بص بص بص، تعال نعمل كده ونفتح العلبه. مش عارفين نفتح العلبه؟ لا، ليها امان. شفتوا؟ عشان ما تدلقش على هدومنا وتبوظها. او انتوا لو بتحسوا باهاليكم وبتشوفوا بيغسلوا لكم ازاي، كنتوش عملتوا اللي انتوا بتعملوه ده. يا اختي، تقريبا انا كمان بحسش باهلي واوسخ الدنيا. يلا يا عم الحاج، يلا بص كده. بص 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 بص. هتلق نقطتين بس اهي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بص بص بص. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اللون الموف نقطة منه بس حصل لها ديفيوجن. ديفيوجن يعني ايه؟ يعني انتشرت في الازازة كلها. بص بص المنظر، واو، شكلها حلو قوي بصراحة. متوقعش شكلها يبقى جميل كده. فالديفيوجن، تعالى اقفلها عشان ما تقعش علينا. الديفيوجن معناها الانتشار. ايه الانتشار ده؟ انتشار نقطة الحبر دي جوه الازازة الكبيرة ده اهي. نقطة من الحبر اتدلقت هنا. فايه اللي حصل لها؟ حصل لها ديفيوجن. ليه انتشرت كتير قوي كده؟ لان الكونسنتريشن بتاعها هنا كان عالي خالص، لكن الكونسنتريشن بتاعها هنا قبل ما ندلق كان صفر، مش موجود. بالتالي الحركه بتاعتها من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن دي اسمها ديفيوجن. تعال بص عليها هنا كده. ديفيوجن، عكنا ايدينا. الديفيوجن the movement of particles from an area of high concentration to an area of lower concentration. يبقى الحركه بتاعت البارتيكلز هنا يا شباب اتحركت من هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، فحصل لها ديفيوجن زي ما حضرتك شفت كده. خلاص كده؟ زي المنديل. الحمد لله ان احنا معانا مناديل. ينفع كده تبهدلوا ايدي؟ الله يسامحكم. ماشي. ايه اللي ممكن يخلي الديفيوجن يزيد؟ يا ساتر يا رب. اللي ممكن يخلي الديفيوجن يزيد، قال لك الديفيوجن اهو occurs. تعال نعمل كده اهو. occurs very rapidly in gases. استنى ثانية واحدة. احنا هناك الديفيوجن دي لو انت فاكر، بص الديفيوجن دي، واحنا هنا بنقارن ما بين السوليدز والليكويد والجازز. بص الابيليتي تو ديفيوز اللي هي الديفيوجن اللي كنا بنتكلم عنها بتحصل في الجاز، بتحصل في الليكويد، ما بتحصلش في السوليد. بتحصل في الايه؟ في الليكويد والجازز. لكن ايه بقى؟ لكن السوليد ما بيحصلش فيها ديفيوجن خالص. الليكويد بيحصل فيها ديفيوجن بس بطيء، بياخد وقت. شفت؟ خدت بالك خد وقت ازاي؟ لكن في الجازز بيحصل بسرعه جدا جدا. يبقى الديفيوجن بيحصل يا استاذ في الجازز بسرعه جدا، في الليكويد بيحصل بسرعه اقل، في السوليد بيحصل ببطء جدا يكاد يكون ما بيحصلش. خلاص كده؟ زي مين الديفيوجن اللي بيحصل في الجاز ده؟ زي ان حد يقف كده في جنب معاه ازازه برفيوم جميله كده ويبيخ لما يبيخ تلاقي الاوضه كلها ريحتها بقت بخبخ. اشمعنى؟ عشان ايه؟ عشان الديفيوجن بيحصل في الجاز سريع جدا، لكن بيحصل بص لسه بيحصل. يعني هنا لسه بيحصل الديفيوجن بيحصل في الليكويد ابطا، في السوليد بيحصل ابطا
بكتير. هنا يا أستاذ بيشرحها لك، بيقول لك diffusion occurs very rapidly in gases، بيحصل بسرعة جدا في الجازز at a moderate speed، يعني سرعة متوسطة in liquids، يبقى بيحصل بسرعة جدا very rapidly في الجازز، moderate نص نص في الليكويد and very slowly in solid materials. يبقى احنا عرفنا الديفيوجن يعني ايه. الديفيوجن هي الحركه بتاعت البارتيكلز من الكونسنتريشن العالي للكونسنتريشن القليل، بيحصل في الجازز بسرعه جدا، بيحصل في الليكويد ابطا، بيحصل في السوليد ابطا خالص. The rate of diffusion، ازاي ممكن اخلي الديفيوجن ده يبقى اسرع؟ يعني ازاي؟ بص ازاي لو انا دلقت النقطه اخلي عمليه الديفيوجن، شفت ساعه ما كانت بتنتشر كده، مفيش هنا ازازه ميه تانية، شفت عمليه تعالى نبوظ الازازه التانية مش مشكله. بص كده، بص هنا، بص اهي، شايف العمليه بتاخد وقت ازاي؟ في الليكويدز بتاخد وقت، بص اهي تعال نبص كده بصه، ركز معايا. شايف الساعه، بص على الساعه، بتاخد وقت على ما بتحصل. لو احنا عايزين بقى العمليه دي تتم في وقت اسرع شويتين 3 4، لو عايزينها تتم في وقت اسرع علي التمبريتشر. يبقى the rate of diffusion depends on the temperature. كل ما كان التمبريتشر عالي كل ما الديفيوجن بقى اسرع. سخن الميه دي ونزل فيها نقطه الحبر هتلاقيها انتشرت بسرعه. يبقى التمبريتشر كل ما زادت كل ما الديفيوجن زاد. of the diffusion medium، زود الميديم ده في التمبريتشر بتاعته هتلاقي الديفيوجن بتتغير. and particles with lower mass، البارتيكلز اللي عندها lower mass move faster than particles with higher mass. يعني ايه؟ يعني الشيء اللي انا بدلقه ده لو كان الماس بتاعته صغيره ينتشر بسرعه، لكن لو كان الماس بتاعته كبيره هياخد وقت كتير على ما ينتشر. فهمت حاجه؟ تاني، يعني ايه ديفيوجن؟ احنا فهمنا والله، ده حته جميله قوي، الديفيوجن دي. ديفيوجن يعني ايه؟ ديفيوجن يا شباب، الديفيوجن ده هو الموفمنت بتاع البارتيكلز من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. هنا كان في هاي كونسنتريشن، هنا كان في لو كونسنتريشن، فحصل ايه؟ فحصل ان الشيء ده حصل له ديفيوجن هنا، انتشر هنا. كلام جميل جدا، جميل. طيب الديفيوجن ده بيكون موجود فين؟ موجود في الجازز، موجود في الليكويدز، لكن مش موجود في السوليد ستيت. موجود في الجاز، موجود في الليكويد، لكن مش موجود في السوليد. بيحصل في الجاز سريع قوي، بيحصل في الليكويد ابطا شويه، في المودريت في السرعه بتاعته بتبقى مودريت يعني متوسطه. السوليدز بتبقى قليله قوي يعني. ماشي، كلام جميل وسهل وعسول وفي اللذيذ منه كده، صح؟ طيب قال لك لو انت عايز تزود السرعه بتاعت الديفيوجن تعمل ايه؟ علي التمبريتشر. ولما تيجي تدلق حاجه خليها لايت كده، خليها خفيفه، خليها الماس بتاعتها صغيره، لان كل ما زاد الماس الديفيوجن قل. يبقى الديفيوجن يعلى مع التمبريتشر العاليه، يعلى مع الماس القليله. طب الديفيوجن يبقى بطيء في الكولد، في درجه الحراره المنخفضه. الديفيوجن يبقى بطيء فين؟ لو الموليكيولز نفسها بتاعت الماده اللي هيحصل لها ديفيوز كانت عجله كبيره. اخر حاجه معانا هنا في الصفحه الاولى، احنا اتفقنا هم 4 صفحات، وطول بالك احنا لسه في اول صفحه. لسه في اول صفحه. في ايه؟ اول صفحه طويله شويه بس اول صفحه، يعني نحترم نفسنا بقى. اول حاجه hypothesis او assumptions، اللي هي ايه يعني؟ اللي هي فرضيات البارتيكل ثيوري اوف ماتر، النظريه البارتيكلز الجزيئيه للماده. اول حاجه في الفروض بتاعه النظريه هم 6 حاجات لازم تحفظهم، وتحفظهم زي اسمك للاسف يعني. اول حاجه في فروض النظريه ان اي ماتر في الدنيا بتتكون من بارتيكلز صغيره قوي. البارتيكلز دي ما بينفعش ان احنا نشوفها بالنيكد اي. Matter is composed of so small particles so small، صغيرة قوي، that they cannot be seen with naked eye، ما بينفعش ان احنا نشوفها بعيننا المجردة، بعيننا دي. تاني حاجة، البارتيكلز بتاعة الايرن اللي في الدنيا كلها شبه بعض.
البارتكلز بتاعت الكبر اللي في الدنيا كلها شبه بعض، البارتكلز بتاعت الووتر اللي في الدنيا كلها شكل بعض. يبقى البارتكلز لنفس الماده زي بعض، لكن البارتكلز دي الموليكيولز دي بتختلف من ماده لماده ثانيه. يبقى تاني حاجة particles of the same substance are identical and their type varies from one substance to another. يبقى أول حاجة أي مادة في الدنيا تكون من particles صغيرة أو ما بعرفش أشوفها بالنكد أي. تاني حاجة البارتكلز نفس المادة زي بعض identical لكن بتختلف من ماتر لماتر تانية. تالت حاجة في attractive force between molecules جوه البارتيكل واحده. هنا مثلا هنا وانا بتكلم مثلا على الماده دي كانت الموليكيولز بتاعتها لازقه ببعضها، في اتراكتيف فورس كبيره ما بين الموليكيولز. هنا الاتراكتيف فورس دي هنا في اتراكتيف فورس between، قول يا ولا between molecules او between particles. الاتراكتيف فورس دي بقى بينتج عنها حاجه اسمها ايه؟ بينتج حاجه اسمها potential energy، الطاقه او طاقه الوضع. طاقه الوضع يا استاذ هي اللي بتنشا نتيجه هذه الاتراكشن فورس between molecules. Attractive forces exist between a particles of matter and the particles store بتخزن حاجه اسمها potential energy due to the attractive force between them. يبقى تاني او تالت فرضيه مع اول فرضيه ان البتاع ده صغير او البارتكلز بتاعته صغيره ما شافش بالعين. تاني حاجه البارتكلز بتاعت كل الايرون زي بعض، كل الميه زي بعض، كل الكبر زي بعض، كل المواد الواحده بتبقى البارتكلز بتاعتها ايدنتيكال لكن بتختلف من ماتر لماتر تاني. تالت حاجه ان في اتراكتيف فورس بتوين موليكيولز دي بينشأ عنها حاجه اسمها potential energy. رابع حاجه the distance between the particles interparticle spaces، يعني بتختلف هي vary depending on their physical state. يعني ايه؟ يعني ايه الديستنس بتوين بارتكلز بتاثر على الفيزيكال ستيت؟ ياض ما انت عارف ياض ما لما السبيسز هنا كانت صغيره قوي كنا في السوليد ستيت، كانت كبيره شويه كنا في الليكويد، كانت كبيره خالص كنا في الجاز. يبقى الفيزيكال ستيت بتتاثر بالسبيسز بتوين موليكيولز. فيها ايه؟ الله، دي حاجه غريبه يا جدع. The distances المسافات between particles هي اللي بتتحكم في الفيزيكال ستيت. خامس حاجة the particle that make up matter، البارتيكلز اللي بتكون الماتر have kinetic energy. استنى، احنا اتفقنا فوق ان كان في نوع من الانرجي كده اسمها potential energy. البوتنشال انرجي دي كانت جايه من ايه؟ جايه من الاتراكتيف فورس اللي موجوده between molecules. هنا بقى جايين نتكلم على حاجه اسمها kinetic energy. kinetic energy عارف القلم ده الموليكيولز بتاعته اللي جوه ده الصغيره ده ايه اللي انا ما بشوفهاش بالنجد اي ده اهي طلعت بتتحرك. ايه يا اخويا؟ بتتحرك والله. تعالى هنا كده الموليكيولز هنا بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ بتتحرك فريلي ان راندوملي، بتتحرك يمين شمال فوق تحت براحتها. ليه؟ لان السبيسز بتوين بارتيكلز كبيره. هنا الحركه في حركه للموليكيولز بس مش حره زي دي. لما هنا بقى الموليكيول ده اهو بالله عليك يتحرك فين؟ ده يتحرك فين؟ ده هو محشر يعني ما محشور في النص ما بين اللي حواليه، بالتالي هو ما يعرفش يتحرك غير انه يحصل له فايبريت، يتهز في مكانه. يبقى في السبيسز بتوين موليكيولز بتتحكم في الفيزيكال ستيت. عرفنا دي. اخر حاجه عرفناها يعني كانت رقم 5 ان البارتيكلز عندها كاينيتيك انرجي، عندها طاقه حركه في السوليد وفي الليكويد وفي الجاز. في الجاز بتتحرك براحتها خالص، في الليكويد اقل شويه، في السوليد بتتهز في مكانها. صح؟ يلا سعاده الباشا. The particle that make up matter اللي بتكون الماتر have kinetic energy، عندها kinetic energy as they are in a state of continuous motion، بتتحرك حركة دائبة، حركة دايمة يعني ما بتقفش. الفايبريت دي بتحصل على طول، الحركة الراندوم للجاز بتحصل على طول، وهكذا. The method and speed of particle motion vary depending on the state of substance. يعني ايه؟ يعني الطريقة اللي بتتحرك بيها البارتيكلز بتتغير على حسب احنا سوليد ولا ليكويد ولا جاز. يعني ايه؟ ما انا لسه شارحها ولا
ما لسه قايل لك السوليد بتتحرك في مكانها. هي دي الميثود بتاعه السبيد، الميثود والسبيد بتاعه البارتيكل. الميثود والسبيد دي في السوليد بتتهز في مكانها، في الجازز بتتحرك براحتها وبسرعه، صح؟ يبقى الميثود والسبيد بتاعه البارتيكل موشن بتتغير على حسب الفيزيكال ستيت، على حسب ستيت اوف سبستانس او الفيزيكال ستيت بتاعتها، سوليد ولا ليكويد ولا جاز. 6 حاجات لازم تحفظهم دلوقتي حالا 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 حالا. اول حاجه فيهم ان اي ماتر في الدنيا بتتكون من بارتيكلز صغيره ما بينفعش ان احنا نشوفها بالنكد اي. تاني حاجه ان البارتيكلز بتاعت نفس الماده ايدنتيكال لكن بتختلف من ماده للتانيه. تالت حاجه في اتراكتيف فورس بتوين موليكيولز وبعضها او بتوين بارتيكلز وبعضها، ودي اللي بتكون حاجه اسمها بوتنشال انرجي. رابع حاجه السبستانس between particles الديستانسز between particles بتتغير ما بين السوليد والليكويد والجاز، وهي اللي بتتحكم في الفيزيكال ستيت. في حاجه اسمها كاينيتيك انرجي. كاينيتيك انرجي بتحصل عند البارتيكلز وبتختلف على حسب state of substance. هم دول ال6 حاجات الهايبوثيز بتاعه الثيوري اللي عندنا في lesson 1 theory of particles of matter. فيها مشكلة؟ دي أول صفحة يا صاحبي. أول صفحة ده يا صاحبي ربع اللسونين. إيه اللي بقوله ده؟ ربع اللسونين. ربع اللسونين. صعبة المقارنة ده، صعبة والله ما صعبة. عرفت يعني ايه فلويديتي؟ فاكر الفلويديتي بتاعت الفلويدز دي وابيليتي تو فلو اللي كنا بندلق فيها. كومبريسابيليتي، ايوه فهمت يعني ايه كومبريسابيليتي، وفهمت البريشر بيعمل ايه وبتاع. الديفيوجن فهمناها وفهمنا هي بتختلف ما بين السوليد والليكويد والجاز ازاي، وعرفنا انها بتتغير على حسب التمبريتشر، على حسب الماس بتاعت المادة اللي بتدلق. والهايبوثيز او الاسامبشن بتاعت البارتيكل ثيوري في ماتر. ال6 حاجات عرفناهم كده. احنا خلصنا ربع محاضرة النهاردة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني احمد ربنا، خليك يعني حميد شكور كده، تبقاش راجل وحش. يلا يا باشا ندخل في الصفحة الثانية. والصفحة الثانية مفاجأة، الجزء ده كله احنا خدناها والله، خدنا كل ده قلناه والله في وسط الكلام كده. تعالى بس نقوله بالتفصيل مع بعض دلوقتي. البيبر الثانية معانا واللي هي يعني نص الدرس او يعني تقريبا نصه. يعني البيبر الثانيه معانا كلها قلناها ما عدا الجزء بتاع البلازما ستيت دي. فتعالى نبدا باول جزء كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول جزء هي مقارنه لتاني مره بين السوليد والليكويد والجاز، بس المره دي على اساس بعض الحاجات الثانيه. اول حاجه هي الاتراكتيف فورسز بتوين بارتيكلز. ثانيه واحده، احنا كنا اتكلمنا هنا من شويه وعرفنا السوليد شكل البارتيكلز بتاعته عامله ازاي، والليكويد عامله ازاي، والجازز عامله ازاي. ماشي. لو سالتك سؤال بسيط جدا وعبيط جدا، تفتكر الاتراكشن ما بين التو موليكيولز دول، دي ودي، ده وده، الاتراكشن ما بينهم، قوة التجاذب ما بينهم، الجذب، الاتراكشن ما بينهم هيبقى اقوى ولا الاتراكشن فورس ما بين الاثنين دول، ده وده؟ اكيد طبعا هنا الاتراكشن فورس هتبقى اكبر بكتير. ليه؟ لان السبيسز بتوين موليكيولز صغيره، صح؟ يبقى في السوليد الاتراكشن فورس كبيره، في الليكويد الاتراكشن فورس مودريت، الاتراكشن فورس هنا ضعيفه خالص، صح؟ تعال يا معلم نشوف الكلام. اول حاجه الاتراكتيف فورس اوف بارتيكل في السوليد سو سترونج، في الجاز فيري ويك، هنا ريلاتيفلي ويك مودريت، حاجه في النص كده. سبيسز بتوين بارتيكلز، ايوه في السوليد بتبقى السبيسز بتبقى صغيره قوي، في الجازز بتبقى كبيره خالص، في الليكويد بتبقى ريلاتيفلي لارج. يبقى هنا فيري سمول اللي هي في السوليد، سبيسز بتوين بارتيكلز هنا بتكون فيري سمول، هنا ريلاتيفلي لارج، هنا فيري لارج. سو بقى ده بيؤدي لايه؟ قال لك بما ان الموليكيولز هنا شكلها عامل كده، كلها لازقه ببعضها بالمنظر اللي احنا عارفينه دلوقتي او اللي احنا شايفينه دلوقتي ده اهو. سو particles اسمع vibrate in their position without moving. والله العظيم قلتها من شويه، قلت من شويه ان البارتيكلز دي كلها بتتهز في مكانها، ما بتروحش ولا بتيجي. عكس مثلا دي بتتحرك freely and randomly، بتتحرك حركه عشوائيه وبراحتها تماما freely. يبقى البارتيكلز هنا vibrates in their position without moving. طب هي بما انها بتفضل في مكانها بتتهز من غير moving، من غير حركه من مكان للتاني، عشان كده يا عبيط السوليد ستيت عندها فيكسد فوليوم،
fixed shape. الفيكسد فوليوم، مش فاكر الكيوب المكعب من السكر اللي كان في اول الحصه، اللي لما بنقله من مكان لمكان ما كانش بيتغير شكله. ما بيتغيرش شكله ليه؟ لان الموليكيولز بتاعته بيحصل لها فايبريت في مكانها، مش بتتحرك من مكان للتاني. this gives solid a fixed shape and volume. يبقى احنا السوليد عرفنا ان الموليكيولز بتاعته بيحصل لها اهتزاز في مكانها، بتتهز في مكانها، مش بتروح ولا بتيجي، بتتهز في مكانها. تاني حاجه this gives solids a fixed shape and volume. كده احنا عرفنا السوليد. الليكويد بقى البارتيكلز move freely. امال الجاز بارتيكلز موف راندوملي اند فريلي. راندوملي اند فريلي يعني بحركه عشوائيه وسريعه وبراحتها تماما. طيب ده بيؤدي لايه؟ الحركه الفريلي في الليكويد دي بتؤدي لايه؟ قال لك this explain the liquid ability to flow. القابليه للفلو دي اللي حصلت، فاكر في الميه من شويه لما جينا ندلق فيها جزء، القابليه للفلو دي بتحصل بسبب ان البارتيكلز بتاعتها بتتحرك فريلي، والسبيسز ما بين الموليكيولز بتاعتها يعني relatively large and take the shape of its container. عشان كده بتاخد شكل الكونتينر بتحط فيه، عكس مكعبات السكر اللي كنا بنتكلم عنها. طيب بالنسبه للجاز، الجاز يا عم بيتحرك راندوملي اند فريلي. ده اللي يا سيدي بيخلي عندها ability برضو جاز to spread عشان ينتشر and take the shape and size of container. ياخد الشكل والحجم بتاع الكونتينر اللي هو بيتحط فيه. خلي بالك ان الليكويد كان بياخد شكل بس الكونتينر اللي بيتحط فيه، لكن الجاز بياخد الشكل والفوليوم والحجم بتاع الكونتينر اللي هو بيتحط فيه. لان احنا اتفقنا ان الفوليوم هنا ما بيتغيرش، لكن الفوليوم هنا بيتغير بسبب حاجه اسمها الكومبريس ابيليتي. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين السوليد والليكويد والجاز، عرفنا المقارنه الكامله ما بينهم. تعالى بقى ندخل على حاجه اسمها براونيان موشن، حاجه عبيطه جدا. كنت في المحاضره بقول لكم اتخيلوا معايا ان في كوره قدم محطوطه في النص بتاع حوش المدرسه. تخيل كده في الجراوند بتاع المدرسه في كوره محطوطه في النص، واحنا كلنا ماسكين مدفع كده بيطلع كور صغيره قد الزيتونه صغيره، قد كوره البينج بونج كده، عمالين بنضربها في الكوره اللي في النص. تخيل كوره في النص واحنا واقفين حواليها عمالين بنضرب فيها كور بينج. ايه اللي هيحصل؟ كوره كبيره عمالين احنا من كل الاتجاهات بنضرب فيها كور صغيره، بنحدد فيها كور صغيره. ايه اللي يحصل؟ الكره اللي في النص هتتحرك حركه راندوم على حسب احنا الجنب ده بيضرب اكتر ولا الجنب ده ولا الجنب ده ولا الجنب ده. طبعا بما انها بتضرب من كل الجوانب بكور صغيره فبيحصل لها حركه راندوم. الحركه الراندوم دي اسمها براونيان موشن، بس على اسم عمه براون اللي او روبرت براون اللي اكتشفها. وين فلويدز، لما الفلويدز دي اللي هي مين؟ الليكويدز والجازز، يمشي فيها بارتيكلز كبيره في الحجم شويه، يعني مثلا داست شويه تراب، او مثلا بولينج جرين ده اللي هو حبوب اللقاح. حبايه لقاح ماشيه في وسط مين؟ في وسط سائل. ايه اللي بتعمله الموليكيولز بتاعه السائل بتاعه الليكويد؟ يعني تخيل ليكويد في بولينج جرين في النص. بولينج جرين ده حبه لقاح يا جماعه، حاجه زي العفره كده، عفر تراب، حته بالنسبه للموليكيولز هي بغله كبيره. الموليكيولز بتاعه الليكويد بتاعه الووتر تعمل فيها ايه؟ تفضل تخبط فيها بشكل عشوائي، فتسبب لها الحركه اللي بكلمك عنها اللي هي الحركه العشوائيه بتاعه براون. when fluid contain relatively large particles اكبر شويه زي الدست مثلا، العفر اللي موجود في الهواء، او البولينج جرين اللي موجود في الووتر، or other particles، اي particles كبيره شويه في الحجم. collision اوكير، الاصطدامات بتحصل between fluid particles and these particles causing them to move randomly in all direction. This motion known as Brownian motion. يبقى لما حاجة كبيرة شوية زي البولينج جرين يحصل لها ايه؟ تبقى ماشيه وسط سائل، الموليكيولز بتاعت السائل بتفضل تخبط فيها من كل الاتجاهات، فتسبب ان الحاجه دي تتحرك حركه عشوائيه. الحركه دي اسمها براونيان موشن على اسم روبرت براون اللي اكتشفها. who discovered this phenomenon. Brownian motion, a random motion of relatively large particles suspended in the fluid. مثلا
زي اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي البولينج جرين اللي موجوده في فلويد زي الميه in all direction as a result of their continuous collision with molecules of fluids. Gas is characterized. استنى خلاص، عرفنا البراونيان موشن، اتكلمنا عنها في نقطتين. عرفنا الاول ايه البراونيان موشن دي، عرفنا ان لو في حاجه كبيره في حاجات صغيره عماله بتخبط فيها من كل الاتجاهات هتتحرك حركه راندوم. هو ده اللي بيحصل لدست، حته عفر. عارفين عفر ده اللي هو تراب، ولا حته تراب في الهواء. الهواء بيعمل فيه ايه؟ البارتكلز بتاعت الهواء عماله بتخبط فيه من كل الاتجاهات، فلما تخبط فيه في كل الاتجاهات تخلي الحركه بتاعته راندوم. بس الجاز عنده كومبريسابيليتي صح؟ فاكر هنا الجاز عنده كومبريسابيليتي، حصل لما اجي اضغط عليه فعلا الفوليوم بتاعه بيحصل له ريديوس، بيصغر. طيب هل ده معناه ان الموليكيول الواحد بيصغر؟ لا، امال ايه اللي كان بيحصل؟ سبيسز هي اللي بتقل بتوين موليكيولز، وده اللي كنا بنتكلم عنه. Gas is characterized by الجاز characterized by compressibility. As a wide space between gases particles allow the volume of gas to be reduced. يعني ايه؟ بقول لك الجاز عنده compressibility لان المسافات الكبيره اللي ما بين البارتيكلز بتخلي الفوليوم ينفع يحصل له ريديوس. ازاي؟ باي increasing pressure. ما احنا عرفنا الكلام ده واحنا بنعرف الكومبريسابيلتي والله. applied to it هي اهم جمله، يعني كل الكلام ده هلس، انا عايز بس الجمله دي without changing the volume of particles themselves. يعني ايه؟ البارتيكلز نفسها الفوليوم بتاعها ثابت. امال مين اللي اتغير؟ اللي اتغير هي السبيسز بين موليكيولز، وبسبب انها وايد كبيره قوي السبيسز ما بين الموليكيولز هنا، فهي الجازز عندها كومبريسابيلتي، يعني ينفع انها يحصل لها انضغاط. كلام جميل. اخر حاجه معانا هي البلازما ستيت. بلازما ستيت يا شباب، وببساطه شديده جدا 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 كنت انا بحكي لكم برضو في المحاضره بتاعه الشرح ان البلازما ستيت دي يعني بتبسيط مخل جدا عباره عن عماره كبيره فيها شقق كتير ولعت. ايه اللي هيحصل لهذه الشقق؟ هتلاقي الناس اللي فيها سابتها وجريت. هو ده بالظبط اللي بيحصل لاتوم. اتوم اهي كانت عباره عن مين؟ عباره عن نيوكليوس، طبعا بتبقى بوزيتيف بسبب ان جواها في حاجه اسمها، لو انت فاكر، بروتونز، وفي بره حاجه بقى اسمها الكترونز. اهي الكترونز في هنا بيكون في 2. فاكر الالكترون كونفيجريشن بتاع السنه اللي فاتت؟ يبقى في الكترونز موجوده في الانرجي ليفلز، وفي حاجه اسمها بروتونز موجوده في النيوكليوس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا رفعت عليهم درجه الحراره، فلما رفعت عليهم درجه الحراره ايه اللي حصل؟ الالكترونز سابت الاتوم وخلعت. فسابت مين؟ فسابت النيوكليوس قرعه، فبقى عندي فري الكترونز، بقى عندي الكترونز حره، وبقى عندي بوزيتيف ايون. بس العمليه دي اسمها ايونايزيشن، عمليه التأين اللي حصلت للاتوم. لما انا خدت الالكترونز بتاعتها وخليتها فري، بعدت سابت الذره ومشيت، النيوكليوس بقت بوزيتيف ايون. الحاله دي اللي فيها جاز، ده كان جاز، دي كانت اتوم بتاعت جاز رفعت عليه درجه الحراره لحد ما بقى فيه فري الكترونز وبوزيتيف ايون، دول انفصلوا عن بعض، كل واحد فيهم بقى لوحده. الحاله دي اسمها بلازما ستيت. اهي يا صديقي بلازما ستيت. وين الجازز لو حصل لها ايونايز، ايه اللي يحصل بقى يا عم؟ قال لك زي ترانسفورم، تتحول into positively charged ions and negatively charged free electrons. يبقى انا عندي الجاز لما بيحصل لها ايونايز، لما برفع على درجه الحراره فبيحصل لها تأين ده بيخلي فيه positive charged ion and negatively charged electrons. This state is known as plasma. البلازما دي fourth state of matter، الحاله الرابعه للماده، which characterized by high electrical conductivity. الحاله بتاعت البلازما دي بتبقى عندها توصيليه كهربيه عاليه جدا 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 جدا، تكاد تكون
تكون فائقه التوصيليه الكهربيه. بسبب ايه؟ بسبب الالكترونز الحره الكتير. الالكترونز الحره الكتير دي بتخلي الكهرباء تمشي فيها بسرعه شديده جدا. معظم المواد او معظم الاجرام السماويه بيسموها كده، الحاجات اللي موجوده يعني في الفضاء، معظمها بيكون في البلازما ستيت زي الصن، زي الستارز وكده. اخر حاجه بلازما ستيتس ممكن بنستخدمها في الاير كونديشننج زي اللي موجود ورا الكاميرا ده اهو، اللي هو ايه؟ اللي هو التكييف بيخرج بيستخدم البلازما ستيت دي علشان الجازز وهي حصل لها ايونايزيشن بتقدر انها تمسك في الدست اللي في الهواء، تمسك في التراب اللي في الهواء وتنقيه يخلي الهواء يعني البيوريتي بتاعته اعلى. ده خلاصة الكلام في البلازما ستيت. وهي دي يا استاذ البيبر الثانيه اللي انا قلت لكم هي كلها على بعضها مفيش فيها اي جديد. المقارنه دي انت عارفها، البراونيان موشن عارفها برضو، والجزء الاخير بتاع الكومبريسابيليتي اللي اهم حاجه فيه ان اثناء الكومبريسابيليتي السايز بتاعت البارتكل زي ما هي، اللي اختلف هي السبيسز ما بينها وبين بعضها بس. البلازما ستيت تعرف هي بتتكون ازاي، وتعرف انها موجوده في الصن وفي الستارز. وكل سنه وحضرتك طيب. هي دي البيبر الثانيه، وده كان ليسون 1. تعالى يلا نخش على ليسون 2. وانت فايق ما تهبطش. يلا بينا يا استاذ على بيبر 3. بيبر 3 اول جزء في ليسون 2 جزء في قمه البساطه. بسالك فيه سؤال، بقول لك فيه يا صاحبي لو احنا جبنا شويه ميه وحطيناها على النار ايه اللي هيحصل للميه؟ الميه هتسخن، صح؟ طيب لو جبنا شويه تلج حطيناه على النار ايه اللي هيحصل له؟ التلج هيسخن، صح؟ يبقى طبيعي كل ما انا بحط حاجه على النار هي بتجين ثيرمال انرجي، بتكتسب حاجه اسمها الثيرمال انرجي، بالتالي التمبريتشر بتاعتها نفسها بتعلى. يعني لو انا مثلا جبت حاجه اهو اهي، حطيت فيها تلج اهو، تلج عامل كده اهو، وحطيت التلج ده على النار، المتوقع لو يعني المفروض يعني مع التايم، مع الوقت، كل ما انا عمال بديها حرارة، التمبريتشر بتاعها ايه اللي يحصل؟ التمبريتشر بتاعتها ايه اللي يحصل له؟ كل ما مر الوقت كل ما التمبريتشر بتاعها زاد، صح؟ يبقى المفروض شكل العلاقة ما بينهم هيبقى عامل كده، كل ما التايم زاد كل ما التمبريتشر بتاعت التلج فضلت تزيد، فبقت ميه، فبقت بخار، وكل ما الوقت بيعدي كل ما التمبريتشر بيزيد. يعني شكل العلاقة عامل كده، صح؟ لا مش صح. شكل العلاقة مش عامل كده طوالي، طلع شكله عامل كده، عامل شبه السلم كده. اشمعنى؟ هو ده اللي هو بيشرحه لي هنا. لما بجيب تلج احطه على النار المفروض التمبريتشر بتاعته بمرور الوقت عماله بتزيد، لان التلج عمال بيجين ثيرمال انرجي، بالتالي التمبريتشر بتاعته عماله بتعلى. كلام جميل وصح ومفيش فيه اي حاجه غلط، بس في مشكله ان التلج بيفضل فعلا يجين ثيرمال انرجي لحد ما يوصل لدرجه حراره زيرو. ساعتها عند درجه الحراره زيرو التلج درجة حرارته ما بتزيدش. بص كده، التلج ده هيفضل يجين ثيرمال انرجي، بالتالي التمبريتشر بتاعته عمالة تعلى. يعني مثلا التلج ده كان مثلا التمبريتشر بتاعته -5، حطيته على النار فبقى -4، حطيته على النار بقى -3، حطيته على النار بقى -2، بقى -1، بقى 0. دلوقتي التمبريتشر بتاعته عماله بتعلى لانه عمال يجين ثيرمال انرجي. كلام جميل قوي. اول ما اوصل عند 0 بقى هفضل مولع عليه النار وهتفضل درجه حرارته 0. ليه هتفضل درجه حرارته 0؟ قال لك هتفضل درجه حرارته 0 لحد ما كل الايس يتحول لووتر، لحد ما كل السوليد يتحول لليكويد. ليه؟ قال لك لان الثيرمال انرجي اللي هي عماله دلوقتي التلج ده عمال بيكتسبها دلوقتي، عماله بتحاول تكسر، تعمل بريك داون لمين؟ للروابط اللي ما بين الموليكيولز اللي لازقه في بعض. مش ده ايس يا جدعان؟ يعني الموليكيولز كلها لازقه في بعضها، عمالين احنا بقى بنكسر الروابط، عمالين بنكسر الاتراكشن فورس اللي ما بين الموليكيولز وبعضها
لحد ما كل الموليكيولز تبعد عن بعضها ونتحول من الحالة السوليد للحالة الليكويد. ما انتش واخد بالك، افهمها لك احسن. تاني، التلج دلوقتي احنا عمالين دلوقتي رافعين عليه الحراره، بنديله ثيرمال انرجي، نديله ثيرمال انرجي فالتمبريتشر بتاعته تعلى، نديله ثيرمال انرجي فالتمبريتشر بتاعته تعلى، نديله ثيرمال انرجي فالتمبريتشر بتاعته تعلى، تفضل تعلى لحد ما توصل زيرو. عند الزيرو بقى اللي بيحصل ايه المميز عند زيرو؟ يعني قال لك عند زيرو التلج بيبدأ يسيح. عمر ما التلج درجة حرارته هتعلى عن زيرو إلا لما كله يبقى ليكويد، كله يبقى ووتر. طب بقى ووتر، خلاص بقى ووتر اهو، خلاص ما عادش في تلج، كل ده بقى ووتر، يجين ثيرمال انرجي فتبقى درجة حرارة 1 2 3 4 5، نرجع تاني بقى زي ما كنا لحد ما نوصل ل 100. عند 100 ايه اللي بيحصل؟ عند 100 ساعتها كل الليكويد ده عايز يتحول لمين؟ عايز يتحول لجاز، صح؟ عايز يتحول لفيبور. ساعتها بيحصل نفس الموضوع، هيفضل ياخد ثيرمال انرجي بس التمبريتشر بتاعته مش هتتغير لحد ما كله يتحول لمين؟ لحد ما كله يتحول الى فيبور. يبقى العلاقه مش ماشيه طوالي كده، ده احنا سوليد وبعد كده بنفضل كده ما بين السوليد والليكويد شويه لحد ما كل الماده تبقى ليكويد، بعد كده نفضل ليكويد، بعد كده نفضل ليكويد شويه لحد ما كله يتحول لجاز، وبعد كده نتحول لجاز. يبقى درجه الحراره يا استاذ بتاعه التلج بتفضل زيرو، ما بتتغيرش مهما اديته حراره. ليه؟ لان احنا بنحتاج الحراره دي عشان تعمل بريك داون للاتراكشن فورس بتاعه الموليكيولز. طب كله اتحول لليكويد اهو، صح؟ نفضل نرفع عليه درجه الحراره، تبقى درجه الحراره 1 2 3 4 5 6 100، بقت 100 خلاص، بقت 100. افضل اديله حراره، عمر ما درجه الحراره هتزيد عن 100. ليه؟ لان ساعتها كل الميه دي احنا عايزين نحولها لووتر فيبور، فكل الحراره بتروح برضه عشان تكسر الاتراكشن فورس بين موليكيولز عشان تتحول لمين؟ لجاز. يبقى يا استاذ when substance in one of its states gain thermal energy، لو اي ماده في اي حاجه في اي حاله من حالاتها اخذت ثيرمال انرجي، الكاينيتيك انرجي بتاعتها بتزيد، بالتالي بتزيد درجه حرارتها. thermal energy the kinetic energy of its particles increase، عشان كده التمبريتشر بتزيد. ان انا ادي الماده حراره فهي الكاينيتيك انرجي بتاعتها تزيد، فده يزود التمبريتشر بتاعتها. الحته دي انا شرحتها في حصه على المنصه، حصه، تخيل في حصه قعدنا فيها تقريبا 45 دقيقه قاعد بشرح لهم بس البق ده، ان انا برفع الحراره تترفع فده يزود الكاينيتيك انرجي، فالكاينيتيك انرجي هو اللي يزود التمبريتشر. دي شرحتها في حصه ساعه الا ربع والله العظيم. فطبيعي يا صاحبي انا هنا عمال بجري، طبيعي لان انا بشرح جزء كبير جدا في وقت قليل. خلاص، عايز بقى الشرح المفصل يا صاحبي وكلام والمتابعه وقالوا يا بيه ذاكر عشان ما نجيش نكسر لك سنانك، اشترك في المنصه. انا قلت لا، اشترك يا اخويا في المنصه، انت حر. المهم، لما اي سبستانس بيكتسب ثيرمال انرجي ساعتها الكاينيتيك انرجي بتاعته بتزيد، بالتالي التمبريتشر بتاعته بتزيد. بيقول لك when a liquid continues to gain more thermal energy its temperature raises gradually till it reaches to boiling point. لما اي ليكويد في الدنيا بياخد ثيرمال انرجي بتفضل درجه الحراره بتاعته تزيد لحد ما نوصل لحاجه اسمها بويلنج بوينت. ايه بقى حوار البويلنج بوينت ده؟ البويلنج بوينت هي درجه الحراره اللي عندها الماده بتتحول من ليكويد ستيت لجازوس ستيت. when the liquid loses thermal energy its temperature decrease لحد ما نوصل لحاجه اسمها فريزنج بوينت. ايه الفريزنج بوينت؟ ايه فريزنج بوينت؟ فريزنج بوينت يعني ايه؟ هي درجه الحراره اللي الميه فيها بتتجمد وتتحول الى سوليد ستيت، يعني عند زيرو تقريبا. دي كده اللي هي بتساوي زيرو في الميه البيور، ودي اللي هي 100 في الميه البيور. during melting and boiling اثناء الميلتنج والبويلنج بروسيس the temperature remains constant. التمبريتشر بتفضل ثابته. ليه؟ لان when aware the absorbed heat الحراره دي بتضعف weakness the attraction force between the matter molecules. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي كنت بقوله لك من شويه،
التلج ادينا له حراره، فضلت درجه حرارته -5 -4 لحد ما وصلت زيرو. عند الزيرو التمبريتشر بتاعته هتفضل ثابته، ريمين كونستانت. ليه هتفضل بقى كونستانت؟ لان دلوقتي الحراره اللي احنا عمالين بنديها له بتضعف الاتراكشن فورس بتوين مولكيولز عشان تتحول لمين؟ تتحول لليكويد. الليكويد درجه حرارته دلوقتي 1 2 3 4 لحد 100. عند 100 بيحصل نفس الكلام، تفضل تديلها حراره برضو درجه حرارتها عمره ما هتزيد عن 100 لحد ما تتحول كلها لووتر فيبور. وده شكل الكيرف بتاعنا. يعني ايه ميلتنج بوينت ويعني ايه بويلنج بوينت؟ الميلتنج بوينت طبعا هي درجه الحراره اللي بيسيح عندها التلج. يسيح يعني ايه؟ يعني تحول من سوليد ستيت لليكويد state. Is the temperature at which a substance starts to change from solid state to liquid state. طب يعني ايه boiling point؟ ايه البويلينج بوينت دي؟ هي temperature at which a substance starts to change from liquid to gas. طبعا boiling point درجة الغليان اللي تحول فيها المية من سائل إلى بخار. أي مادة في الدنيا بيور بيبقى عندها درجة حرارة ثابتة اسمها ميلتنج بوينت، ودرجة حرارة ثابتة اسمها بويلنج بوينت. درجة حرارة ثابتة اسمها ميلتنج، ودرجة حرارة ثابتة اسمها بويلنج. زي المية كده، ما انا كنت بكلمك من شوية انها بتتجمد عند زيرو فريزنج بوينت، وهي دي درجة الميلتنج بوينت بتاعت الايس. الايس يتحول لليكويد عند زيرو، والووتر يتحول لووتر فيبور عند 100. فواضح ان هي درجة حرارة ثابتة لكل بيور سبستانس في الاتموسفيريك بريشر العادي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك every pure substance has a constant melting point and boiling point. الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت ثابتين للماده البيور at normal atmospheric pressure. يبقى في حاجتين ممكن يغيروا البويلنج والميلتنج بوينت، ايه هما؟ هو بيقول لي اي ماده نقيه بيبقى عندها بويلنج وميلتنج بوينت ثابتين في الاتموسفيريك بريشر العادي. يبقى في حاجتين ممكن يخلوا الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت يتغيروا. هما ايه؟ هو البيوريتي بتاعه الماده اللي هي النقاء بتاع الماده، والاتموسفيريك بريشر. يبقى في حاجتين لو اتغيروا الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت يتغيروا. ايه اللي لو اتغير ياثر على الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت؟ حاجتين، الاتموسفيريك بريشر والبيوريتي اوف سبستانس. الاتموسفيريك بريشر قال لك في حاله الميه، احنا كل ما بنطلع على الجبل يا جماعه، كل ما بنطلع فوق الجبل كل ما البريشر بيقل. البريشر دلوقتي بيكون كبير 1 اتموسفيريك بريشر، كل ما بتطلع لفوق كل ما الاتموسفيريك بريشر ده بيبدا يقل. حلو، الاتموسفيريك بريشر بيقل لفوق. طب انا لما بطلع لفوق بقى ده بيؤدي لايه؟ قال لك as that atmospheric pressure on pure water increase from standard atmospheric pressure. لما الاتموسفيريك بريشر بي increase from standard atmospheric pressure، لما بيزيد عن الاتموسفيريك بريشر عادي، this lead to increase boiling point above 100 and decrease its freezing point below 0 سيلسيوس. بيقول لك لو الضغط الجوي زاد ساعتها البويلنج بوينت تزيد والفريزنج بوينت تقل. يبقى كل ما انا طلعت لفوق كل ما الاتموسفيريك بريشر قل، يعني البويلنج بوينت قلت، يعني الفريزنج بوينت زادت. الفريزنج بوينت والبويلنج بوينت عكس بعض عكس بعض عكس بعض. انا طالع لفوق كده، ايه اللي هيحصل؟ الاتموسفيريك بريشر هيقل. اتموسفيريك بريشر هيقل، يبقى كمان البويلنج بوينت هتقل والميلتنج بوينت هتزيد. ايه السبب بقى؟ السبب للاسف مش مقرر عليك، هي حاجه اسمها الخواص الجمعيه للمحاليل، والسبب بتاعها مش مقرر عليك. مش مقرر عليك اصلا. هو امتى بيحصل بويلنج يا جماعه؟ بيحصل بويلنج امتى؟ بيحصل تبخر امتى؟ لما الضغط البخاري للمحلول بيساوي الضغط الجوي العادي. الكلام ده مش عندنا الحمد لله، يعني هو اللي عندنا بس ايه؟ انت طلعت لفوق، ايه اللي هيحصل؟ البويلنج بوينت هتقل، اذا الفريزنج بوينت اللي هيحصل لها هتزيد بس. طيب البيوريتي بتاعت السبستانس، بيوريتي بتاعت سبستانس يعني لو الماده بقى فيها شوائب ايه اللي يحصل لها؟
قال لك يا سعاده الباشا impurities الشوائب بتاثر على الفورسز اتراكشن بين موليكيولز وبعضها البعض. الموليكيولز وبعضها الاتراكشن بتتاثر لو في حد جيت حشر في النص اسمه impurities. الامبيوريتيز بتاثر على قوه الترابط اللي ما بين البارتيكلز بتاعه البيور سبستانس which changes the amount of energy required to change its state. يعني ايه؟ يعني كل ما انت كان في impurities موجوده في النص ما بين الموليكيولز وبعضها، ده بيأثر على التغير ما بين حالاتها الثلاثه. and thus change both the melting and boiling point of the substance. ده بيغير في الميلتنج والبويلنج بوينت. ازاي؟ نفس الكلام amount by which boiling point of solution increase. البويلنج بوينت بتاعت السوليوشن بيزيد مع الامبيوريتيز. يبقى الامبيوريتيز تعمل ايه؟ قال لك تخلي البويلنج بوينت تزيد. يبقى هتعمل ايه في الفريزنج بوينت؟ هتخليها تقل. and freezing point decrease بتخلي الفريزنج بوينت تقل. يبقى احنا عندنا حاجتين لعبنا معاهم. مين هم يا استاذ؟ طلعت لفوق. يعني ايه اللي حصل؟ طلعت لفوق يعني الاتموسفيريك بريشر قل. اتموسفيريك بريشر قل، البويلنج بوينت تقل والفريزنج بوينت تزيد. طيب هنا ولا في الامبيوريتيز نفس الكلام. البويلنج لو زادت الامبيوريتيز يبقى البويلنج بوينت هتزيد والفريزنج بوينت هتقل. The transformation of matter from one state to another are considered a reversible process. يعني ايه الكلام ده اهو؟ لما المادة بتتحول من حالة لحالة هي reversible process. يعني في عمليات تحول المادة من حالة لحالة هي عمليات انعكاسية. يعني ايه؟ يعني مثلا الميلتنج عكسه فريزنج. الميلتنج ده اللي بيحول الايس لووتر، والفريزنج يحول الووتر لايس. صح؟ هي الفكرة دي فكرة الريفرسبل دي، العمليات الانعكاسية. example melting and freezing are reversible process and as are حاجتين برضو عكس بعض اسمهم الايفابوريشن والكوندنسيشن. طبعا الكلام ده بيدخل في حاجه اسمها الووتر سايكل اللي هنتكلم عنها كمان شويه. الايفابوريشن والكوندنسيشن عمليات التبخر وعمليات التكثف. عمليات التبخر هي تحول الميه من ووتر من ليكويد لجاز، وعمليه الكوندنسيشن عمليه تحولها من جاز الى ووتر. طيب هل بقى عمليه التحول من سوليد لليكويد لجاز تعتبر كيميكال تشينج؟ لا. اللي بيحصل لما الميه تتحول من ايس لووتر فيبور، عمليه تحول الماده من وان ستيت تو انذر احنا بنسميها فيزيكال ستيت. انما عمليه التغير التكسير في الكيميكال بونز، الروابط الكيميائيه اللي ما بين اللي جوه الموليكيول نفسه، ميه اهي الميه اهي، ان انا اكسر بين ال H2 وال O، اكسر الروابط ده، اكسر التركيب بتاع السبستانس واغيره، هي دي اللي احنا بنسميها chemical change. chemical change means change in the substance composition and the formation of new substance. انما physical change in او of state solid liquid and gas. يبقى التغير الفيزيكال هو تغير في الستيت بتاع الماده، لكن التغير الكيميكال هو تغير في الكومبوزيشن نفسه بتاع الماده. ده كان بيبر 3. اخر بيبر معانا هي بيبر 4. يلا يا سعاده الباشا. اتفقنا من شويه على ان في عمليه كده، لو انت فاكر كانت عمليه اسمها عمليه ايه؟ تعالى احكي لي يلا. عمليه اسمها عمليه الايفابوريشن. ايه الايفابوريشن ده؟ الايفابوريشن ده هو عمليه تحول الليكويد، صح، لجاز. صح يا ولا مش صح؟ الايفابوريشن هي عمليه التبخير، هي عمليه تحول الميه من ميه لووتر فيبور، من ليكويد لجاز، صح؟ طب الكوندنسيشن الكوندنسيشن ده هو عمليه تحول الجاز بقى لليكويد، واتفقنا ان هم عمليات مالها يا استاذ؟ ريفرسبل، يعني عمليات انعكاسيه. في بقى حاجه بتحصل ساعات، يعني لمواد سوليد تتحول لجاز. لا مش السوليد المفروض يتحول لليكويد الاول بعد كده يتحول لجاز. او ساعات بقى
السوليد بيتحول لجاز على طول عن طريق عمليه اسمها سبليميشن. السبليميشن هو تحول السوليد لجاز من غير ما اعدي على الليكويد ستيت. حلو. طيب في حاجه اسمها ديبوزيشن. ايه الديبوزيشن بقى؟ ديبوزيشن هو عمليه تحول الجاز لسوليد برضه من غير ما اعدي على الليكويد ستيت، ان الجاز يتحول لسوليد على طول. عمليه اسمها ديبوزيشن. ديبوزيشن ده بيحصل زي ايه؟ زي الفروست، تكوين الفروست او تكوين الامطار الجليد. الامطار بس مش مطر بقى، يبقى ينزل تلج من السماء. عارفين الكلام ده بيحصل في المناطق القطبيه، بينزل تلج من السماء. العمليه اسمها عمليه ديبوزيشن. ديبوزيشن ده هو عمليه سقوط، يعني السحاب ده في ووتر فيبور، الووتر فيبور يتحول على طول لمين؟ لايس. الكلام ده بيحصل خلال عمليه اسمها عمليه الديبوزيشن. يبقى احنا عرفنا هنا عمليتين جداد اسمهم سبليميشن وديبوزيشن. تعالى يلا نقراهم بسرعه. السبليميشن it is the change of a substance directly from solid to gaseous state without passing through a liquid state. اكزامبل يا استاذ، قال لك زي الدراي ايس. الدراي ايس ده يا استاذ اللي هو مين؟ اللي هو CO2 بس متجمد. solid carbon dioxide and the sublimation of solid iodine. solid iodine هو كمان بيحصل له كده. طيب تاني عملية معانا هي اسمها الديبوزيشن. والديبوزيشن it is the change of substance directly from gaseous to solid state من غير ما امر على liquid state. زي مين؟ زي تكوين الفروست اللي هو الجليد اللي بينزل من السماء. بعد كده هيشرح لنا البويلنج والايفابوريشن والفرق ما بينهم. الحته دي كده حته مهمه قوي 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 قوي، صحصح معايا فيها كده في السريع. ايه الفرق من الكلام اللي انت قلته ما بين عمليه البويلنج وعمليه الايفابوريشن؟ الفرق بين البويلنج والايفابوريشن ببساطه شديده ان الاثنين هم ميه انا سخنتها، الاثنين سخنتهم. بس المره الاولانيه انا مش لازم ابقى سخنت عرضت للنار، يعني ممكن بس تبقى اشعه الشمس، بس شويه حراره بسيطه كده. الحراره البسيطه دي، الثيرمال انرجي البسيطه قوي دي، خلت السيرفس، السطح بتاع السائل، الموليكيولز بتاعته تكتسب كاينيتيك انرجي. مش اتفقنا لما كنا بنتكلم على عمليه التغير في التمبريتشر قلنا ان الثيرمال انرجي بيدي الموليكيولز كاينيتيك انرجي؟ فانا دلوقتي عندي حله فيها ميه، السطح بتاعها دلوقتي معرض للشمس، فالحراره بتاعه الشمس خلت الموليكيولز اللي عند السيرفس مالها بقى يا استاذ؟ الموليكيولز اللي عند السيرفس تكتسب كاينيتيك انرجي. فالكاينيتيك انرجي دي خلتها تعمل سكيب، تهرب من السائل وتهرب الى الاتموسفير في المنطقه اللي حواليها. يعني ايه تاني؟ تعالى سريعا كده نقولها. ادي يا سيدي الحله الجميله، حله جميله فيها ميه، والميه دي احنا عرضناها لاشعه الشمس، فكان في شويه موليكيولز هنا. الموليكيولز حصل لها ايه؟ لما اكتسبت الثيرمال انرجي خلت بعض هذه الموليكيولز تكتسب كاينيتيك انرجي تخليها تهرب للاتموسفير. طب هروبها للاتموسفير، انها هربت طلعت لفوق في الاتموسفير، هي بتهرب من مين؟ بتهرب من الاتراكشن فورس مع الموليكيولز اللي جنبها. مش في موليكيولز تانية جنبها في اتراكشن فورس بينهم وبين بعض؟ مش ده ليكويد يا جدعان؟ مش ده ليكويد؟ مش دي ميه؟ الليكويد ده بيكون فيه اتراكشن فورس ضعيفه، بس فيه اتراكشن فورس صح. اهي شويه الثيرمال انرجي ده اهي خلت الموليكيولز اللي عند السطح بعضها يكتسب كاينيتيك انرجي عشان يقدر يهرب من الاتراكشن فورس مع زمايله. فلما هرب يا استاذ هو كان اتحول لمين؟ اتحول لووتر فيبور. حله فيها ميه، الميه اتعرضت للشمس، الثيرمال انرجي خلت السطح يكتسب كاينيتيك انرجي، الكاينيتيك انرجي دي خلته يهرب من مين؟ من الاتراكشن فورس ما بينه وما بين الموليكيولز اللي جنبه، فهرب فتحول لوتر فيبور. دي عمليه اسمها ايه؟ اسمها ايفابوريشن. اما دي حله فيها ميه بس انا حاططها على النار،
فدلوقتي في ثيرمال انرجي كتيره قوي عند مين بقى؟ مش عند الموليكيولز اللي عند السطح ولا عند الموليكيولز اللي تحت، ده عند كل اللي في الحله. كل الموليكيولز دلوقتي عندها كاينيتيك انرجي تخليها تقدر تهرب وتكون ووتر فيبور، بس الدنيا زحمه. فاللي يعرف يهرب يهرب، اللي يعرف يهرب يهرب. فبيحصل ايه؟ بيحصل بويلينج. البويلينج ده بيطلع ايه؟ ووتر فيبور برضو. والله بيطلع ووتر فيبور برضو، ما ده بيطلع ووتر فيبور برضو، بس العمليه دي عمليه بطيئه، العمليه دي عمليه بتحصل اسرع. العمليه دي الايفابوريشن بتحصل من غير بابلز، مفيش بابلز بتحصل، لكن هنا في بابلز بتحصل. الميه اللي بتغلي بتلاقي فيها بابلز كده بتحصل. تاني، هنا الفرق ما بين دي ودي ايه؟ ان هنا السطح بس هو اللي اكتسب كاينيتيك انرجي، هو اللي اكتسب ثيرمال انرجي. اديته كاينيتيك انرجي يقدر يهرب بيها، او يقدر يحصل له سكيب ما بين من الاتراكشن فورس اللي ما بينه وما بين زمايله، فهرب وكون ووتر فيبور. هنا يا استاذ البويلنج، لا البويلنج حصل لكل الموليكيولز. كل الموليكيولز عندها القدره انها تهرب دلوقتي، فبيهربوا واحد ورا الثاني ورا الثاني ورا الثاني كده بسرعه ورا بعضه، فيكون بابلز. الحاجه دي يا استاذ اسمها بويلنج. الفرق ما بين الايفابوريشن والبويلنج ان السطح بس هنا اللي بيكتسب الكاينيتيك انرجي، هنا كل الموليكيولز بتكتسب كاينيتيك انرجي. هنا يا استاذ البويلنج بوينت بتحصل عند درجه حراره ثابته عند الماده البيور في الاتموسفيريك بريشر العادي، يعني الميه بتغلي عند 100 معروفه. طيب الايفابوريشن ممكن يحصل ايفابوريشن عند كام؟ عند اي درجه حراره؟ عند 20 25 30 40 عادي، يعني اي درجه حراره تحت الميلتنج، تحت البويلنج بوينت. بيشرح اهو، بيقول الفرق بين البويلنج والايفابوريشن in these two processes liquid turns into water vapor. في الاثنين بيتحول الميه لووتر فيبور. البويلنج at a specific temperature known as boiling point، دي بتحصل عند البويلنج بوينت عند 100، انما دي بتحصل في اي درجه حراره تحت ال 100 at any temperature below boiling point. دي بتكون بابلز، دي ما بتكونش بابلز. دي all water molecule، البويلنج all water molecules gain enough thermal energy from the surrounding environment to overcome the attractive force، عشان تقدر تهرب، عشان تقدر تقاوم الاتراكتيف force of other water molecules allowing them to escape into the air، عشان تتحول الى الجازوز state. نفس الكلام في الايفابوريشن، بس هنا كان all water molecules، هنا water molecules on the surface، بس في السيرفس gain enough thermal energy from the surrounding environment. نفس الكلام بالظبط عشان تتحول لجازوز ستيت. يبقى نفس الكلام بالظبط هنا بيحصل، بس الفرق ان هنا السطح بس، هنا كل الموليكيولز بيحصل لها نفس الكلام. في حاجات بتغير في الايفابوريشن، في حاجات، 3 حاجات تزود معدل الايفابوريشن وحاجه واحده بس تقلله. ايه اللي يزود الايفابوريشن؟ التمبريتشر يزود الايفابوريشن. لما بنيجي نحط الهدوم تنشف في الصيف بتنشف بسرعه، لكن لما بنحطها تنشف في الشتاء بتنشف ببطء. بتنشف في الصيف بسرعه لان التمبريتشر عالي. التمبريتشر. تاني حاجه السيرفيس اريا. واحنا لما بنيجي ننشر الهدوم عشان تتبخر الميه اللي فيها عشان تنشف، يعني هل بنحط الهدوم متكوره ولا بنحاول نفردها؟ بنفردها ليه؟ عشان السيرفيس اريا تبقى كبيره. ثالث حاجه سبيد اوف اير كارنتس. لو احنا حطينا الهدوم تنشف، ممكن ما نحطهاش تنشف في البلكونه، ممكن نحطها تنشف قدام المروحه، لان الاير كارنتس بتساعد على ان الايفابوريشن يحصل اعلى. اما البرسنتج اوف هيوميديتي، الدرجه بتاعه بخار الميه اللي في الجو اللي احنا بنسميها الرطوبه، كل ما كانت عاليه كل ما ده قلل من عمليه الايفابوريشن. يعني ايه ووتر سايكل؟ ووتر سايكل ده يا استاذ هو دوره الميه في الطبيعه. الميه بتلف في الطبيعه بشكل عامل ازاي؟ الميه بتلف في الطبيعه بيحصل لها ايفابوريشن للبحار والمحيطات، بيحصل ايفابوريشن عشان تكون حاجه اسمها كلاودز، والكلاودز دي يحصل لها كوندنسيشن تتجمع مع بعضها وتعمل ووتر دروبلتس، تعمل امطار. الكلام ده خدناه السنه اللي فاتت، ما تصعبطش. تكون امطار، والامطار تجري على سطح يحصل لها فلوينج لحد ما بتوصل لل
البحر والمحيط تاني. فعمليه الكوندنسيشن والميلتنج والفريزنج كل العمليات دي بتساهم في عمليه دوره الميه في الطبيعه. اخر حاجه معانا في محاضره النهارده، اخر حاجه معانا في اخر ليسون 2 هي القهوه سريعه التحضير. انستنت كوفي، القهوه سريعه التحضير اللي هي فاست ديسولفينج. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا قهوه ويدوبوها في ميه في محلول الكونسنتريشن بتاعه عالي قوي. يعني ايه؟ يعني يدوبوا 3 4 معالق قهوه في بق كوبايه ميه ويقلبوها كويس 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 كويس، وبعد كده يعرضوها لدرجه حراره عاليه جدا ممكن توصل ل 250 سيليزيوس. ساعتها بتتحول لايه؟ خلاص الميه اللي فيها كلها بتنشف وتتحول الى كريستالز كده، بتبقى سريعه الذوبان، بعد كده بتدوب بسرعه اسرع من القهوه العاديه. دي القهوه سريعه التحضير كانت اخر حاجه معانا في محاضره النهارده اللي خدنا فيها القهوه سريعه التحضير، الووتر سايكل، ايه اللي بيخلي الايفابوريشن يزيد، ايه اللي بيخلي الايفابوريشن يقل. خدنا البويلنج والايفابوريشن، الفرق ما بينهم ايه، والديبوزيشن والسبليميشن والفرق ما بينهم، وبس. ده كان الجزء بتاع الشرح. لسه يا ابطال الجزء بتاع الحلقه. انا عارف ان طولت عليكم وعارف ان المحاضره طويله، بس دي مش محاضره، ده ورك شوب. ورك شوب يا جماعه يعني تجميعه كبيره لحاجات كتير. اتمنى ان شاء الله بس انها تبقى جت بفايده. يلا نروح نحل اهم 10 اسئله في كل نوع من انواع الاسئله بتاعتنا. يلا بينا. توب 10. توب 10 يا شباب هي الجزء الاخير من محاضره النهارده من الورك شوب بتاعه ليسون 1 وليسون 2. توب 10 احنا مجمعين فيها زي ما قلت لكم اهم 10 اسئله من كل نوع من الاسئله المشهوره اللي بنشوفها في امتحان اخر السنه. نتعلم مع بعض ازاي نجاوبها وازاي بنفكر فيها، والاهم موضوع بنفكر فيها ازاي ده اهم ما بنجاوبها في الاخر. يعني مش مهم انك تكون جاوبت صح، لكن المهم انك تكون فاهم انت جاوبت الاجابه دي ليه. ده دلوقتي يعني في امتحان اخر السنه ان شاء الله المهم انك تجاوب صح. نبدا اول سؤال يا شباب اللي هو scientific term. أول سؤال بيقول لي the ability of a substance to change directly from a solid state to gaseous state without passing through the liquid state. إن أنا أروح من السوليد للجاز من غير ما أعدي على ليكويد. العملية دي كان اسمها sublimation. The movement of particles from an area of high concentration to an area of lower concentration. خلاص اتعلمناها بقى وقلناها في المحاضرة وكده. يعني أنا عارف إن في المحاضرات نفسها ما كناش تكينا قوي على موضوع الديفيوجن اللي تكينا عليه النهارده، فالإجابة هي diffusion. The ability of gases to decrease in volume by increasing the pressure exerted on them. الابيليتي اللي عند الجاز ان الفوليوم بتاعها يقل بزياده البريشر. الشيء ده كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ اسمه compressibility. The ability of liquid and gases to flow easily دي كان اسمها fluidity يا شباب. تعريفات مباشره وبسيطه جدا ما ينفعش انك تبقى مش حافظها يعني. A random motion of relatively large particles. أنا مش هكمل ما دام قال random motion فأنا عرفت الإجابة. أنت عرفتها؟ اسمها إيه؟ ها؟ فاكر كان اسمها إيه؟ Brownian motion. The temperature at which a substance starts to change from a liquid to gaseous state. التغير من الليكويد للجاز عند تمبريتشر معين، من ليكويد لجاز، يعني boiling. boiling طبعا بوينت. البويلينج بوينت هي التمبريتشر اللي عندها بيتحول الستيت اوف ماتر من الليكويد للجاز. The fourth state of matter مش هكمل، اسمها ايه؟ اسمها بلازما. The change of a substance directly from gaseous to liquid من غير ما اعدي على gaseous to solid من غير ما اعدي على liquid. الشيء ده كان اسمه ايه؟ اللي كان بيحصل لما الدنيا بتشتي تلج. ها اسمه ايه ولا اقول؟ deposition. يا رب بس ايه تبقوا بتقولوا فعلا مش قافلين بقكم. The temperature at which a substance starts to change from solid to liquid ده اسمه melting point.
انها تحول من السوليد للليكويد عند درجه حراره معينه. The change of matter from one state to another without changing chemical composition. من غير ما اغير في الكيميكال composition. التغير ده اسمه ايه؟ اسمه physical change. لما طبعا لو غيرنا في الكيميكال composition كان زمان اسمه chemical change. خلصنا اهم 10 scientific term في 2 lessons. يا رب بس نكون ايه عرفناهم. give reason. حبيبكم طبعا عارف طبعا انتوا بتحبوا الاساءة قد ايه وبتحبوا give reason تحديدا قد ايه. solids have a fixed shape and volume. ليه السوليد عنده fixed shape and volume؟ في اسئله الجيف ريزون يا شباب حضراتكم بتكونوا مستنيين انتوا تكتبوا اجابه نموذجيه، يعني اللي هو اجابه يعني زي ما الكتاب بيقول. لكن الحقيقه يا صاحبي انا مش عايزك تكتب اجابه نموذجيه تحفظها. اتعلم معايا. هو دلوقتي بيكلمني على السوليد وبيكلمني على واحده من البروبرتيز بتاعته، ان ليه هي عندها فيكسد شيب اند فوليوم. اعمل ايه؟ اوصف السوليد ستيت، اوصفها بس. هتقول ايه؟ هتقول ان البارتكلز بتاعتها بتكون قريبه من بعض، close together، قريبه جدا من بعضها، وتقول ان السبيسز او الانتر سبيسز ما بين الموليكيولز وبعضها صغيره خالص. بس كلمني على السوليد وقال لي بروبرتي من البروبرتيز بتاعتها، قول لي بس اوصف لي السوليد ده عامل ازاي. الموليكيولز بتاعته قريبه لبعضها، close together، في اتراكشن فورس عاليه ما بينها، ومفيش انتر سبيسز او الانتر سبيسز بتاعتها صغيره خالص. بس اكتبها بقى بطريقه اللي تريحك، اهم حاجه انك تقول ده في الاجابه. خلاص. السؤال الثاني بيقول لي the rate of diffusion increase with increasing temperature. ليه لو المكان حر او المكان سخن وانا عملت بخبخ هلاقي ان البخبخ ده اللي هو البرفيوم يعني انتشر في الاوضه كلها؟ او ليه في الازازه، لو انت فاكر الازازه لما كنا دلقنا فيها نقطه الحبر، ليه في الازازه لما دلقنا فيها نقطه الحبر لما نزلت انتشرت اسرع لما درجه الحراره كانت عاليه؟ ليه الحراره ممكن تخلي ده يحصل؟ لان الانكريزنج تمبريتشر ده هتؤدي لزياده حاجه. ايه هي بقى؟ الكاينيتيك انرجي بتاعه الموليكيولز. كده الموليكيولز هتبقى بتتحرك يا استاذ حركه كبيره، الكاينيتيك انرجي بتاعتها كبيره، بالتالي الديفيوجن هيزيد. لو انت نطقت كلمه كاينيتيك انرجي with increasing temperature في الاجابه اكتب اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تكتب ان في كاينيتيك انرجي هتزيد. لو كتبت دي كل سنه طيب خلاص السؤال مظبوط. السؤال اللي بعده بيقول لي instant coffee dissolve faster than regular coffee. ليه؟ لان الانستنت كوفيز بتكون او كوفي بتكون على شكل كريستالز، والكريستالز دي بتكون السيرفيس اريا بتاعتها اكبر. لو نطقت كلمه سيرفيس اريا نطقتها في الاجابه وكتبت اي حاجه هتمشي. خلاص. solids not have the ability to diffuse. بيكلمني على السوليد وجاب لي بروبرتي من البروبرتيز بتاعتها. اعمل ايه؟ اوصف السوليدز. هتقول ايه؟ نفس الاجابه اللي فوق. بسبب ان الموليكيولز او البارتيكلز اللي بتكون السوليد ستيت بتكون كلوز توجذر، الانتر سبيس بتاعتها بتكون صغيره، الاتراكشن فورس بتاعتها بتكون عاليه. بس شو سهله ازاي؟ جاز characterized by compressibility. جايب لي الجاز وجايب لي واحده من البروبرتيز بتاعته. اعمل ايه؟ اوصف الجاز. الجاز ده اللي هو ايه؟ الموليكيولز بتاعته بعيده عن بعضها. هتقول ان الموليكيولز بتاعته بعيده، بتتحرك randomly and freely، بتتحرك بشكل عشوائي وبراحتها، مفيش حاجه تعيقها، والانتر سبيس بتاعتها بتكون كبيره جدا. لو وصفت ده في السؤال مظبوط بالكامل. atmospheric pressure affect the boiling point of water. السؤال ده هو مش اهم جيف ريزون، لكن انا قاصد ان انا احطه بصراحه عشان نتكلم شويه في الموضوع ده. ليه الاتموسفيريك بريشر؟ بالمناسبه اتكلمنا فيه في اللايف المره اللي فاتت، بس يعني عايزين نتكلم فيه اكتر. ليه الاتموسفيريك بريشر affect the boiling point of water؟ الاتموسفيريك بريشر ده ليه بيأثر على البويلينج بوينت؟ لان الاتموسفيريك بريشر يا شباب، الاتموسفيريك بريشر لو احنا عندنا حله ايه فيها ميه، فالاتموسفيريك بريشر ده يا جدعان هو اللي بيضغط على الموليكيولز عشان يخليها قريبه من بعض. طب ايه اللي يحصل لو الاتموسفيريك بريشر ده قل؟
عارف ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الموليكيولز هتبقى فكه من بعضها، فهتحتاج تمبريتشر قليله، هتحتاج شويه حراره صغيرين عشان تقدر انها يحصل لها بويلنج. ركز معايا تاني. عندي حله فيها ميه، بص عليا انا، ما تبصش على الشاشه خالص، بص عليا انا. عندي حله فيها ميه، والحله اللي فيها ميه دي في بريشر عليها، البريشر ده مخلي الموليكيولز لازقه في بعض. البريشر قل، عارف لو البريشر قل سخن انت شويه صغيرين، خلاص بقى مش حاجه ضغطاها، فالشويه صغيرين دول هيخلوا الموليكيولز تعرف تهرب من بعض عادي، لان مش حاجه ايه ضغطاها. صح؟ تعملها ازاي؟ اكتبها بالطريقه اللي تريحك. لكن السؤال ده سؤال اصلا، السؤال نفسه مش مهم، مش مقرر عليك يعني بالتفصيل، لكن انا اللي ايه حبيت ان انا اشرح الحته دي تاني لانها ما كانتش واضحه بما يكفي يعني. 7 بيقول لي some particles like bowling grains suspended in fluid show Brownian motion. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا صاحبي لما يجيب لي سؤال على البراونيان موشن عموما؟ اشرح البراونيان موشن بس. اشرح ايه هي البراونيان موشن. البراونيان موشن دي هي ايه؟ مش احنا قلنا يا جماعه لو عندنا بارتكلز كبيره في الحجم ريلاتيفلي لارج، اكبر شويه من البارتكلز بتاعه الليكويد نفسها او بتاعه الجاز، ساعتها ايه اللي بيحصل؟ ساعتها بيحصل كولويد، بيحصل اصطدام ما بين البارتكلز بتاعه الليكويد او الجاز مع البارتكل الكبيره، فلما تخبط فيها من كل ناحيه زي ما انا كنت بحكي لك، بقول لك كوره موجوده في النص واحنا عمالين بنزقلها بالطوب، بنزقلها بالطوب، بنزقلها بالطوب. تخيل معايا يعني، تخيل معايا ان في كوره موجوده في النص، في نص الاوضه، واحنا كلنا واقفين حواليها وعمالين بنزقلها بالطوب، كلنا بنزقلها بالطوب. ايه اللي هيحصل للكوره دي؟ هتتحرك بشكل راندوم. كلمه راندوم لو اتقالت في الاجابه هي دي المفتاح اللي انا اديك عليه درجه. لو انا بصحح لمحت كلمه راندوم في الاجابه بتاعتك هديك الدرجه النهائيه، ما لمحتش كلمه راندوم مش هديك الدرجه النهائيه حتى لو كانت الاجابه كلها. خلاص؟ 8 the boiling point of solution increase with increasing impurities. معلش كانت مش مكتوبه فانا زودتها بايدي. ليه البويلنج بوينت بتزيد مع زياده الامبيوريتيز؟ ببساطه شديده يا صاحبي، البويلنج معناه ان البارتكلز اللي موجوده في الحله، ركز معايا هنا، البارتكلز اللي موجوده في الحله تهرب. صح؟ طب الامبيوريتيز اللي موجوده بتعمل ايه؟ عارف بتعمل ايه؟ الامبيوريتيز بتزود الاتراكشن فورس بين موليكيولز. الموليكيولز دلوقتي موجوده اهي، صح؟ في دلوقتي حاجه دخلت وسطها فتحشر نفسها، فيبقى الاتراكشن عالي، الاتراكتيف فورس عاليه، بالتالي يا استاذ الموليكيولز بتبقى صعب تهرب وتتحول للجازوس ستيت. اكتبها برضو بالطريقه اللي تريحك. The particles of plasma state positively charged ions and negatively charged electrons. اتفقنا ان احنا لو عندنا جاز اتعرض يا اما لالكتريك فيلد او اتعرض لحراره عاليه، هيتنج يعني، ساعتها الاتومز بتاعته بتتحول للنيوكليوس لوحدها اللي اسمها بوزيتيف ايون، والالكترونز لوحدها اللي بتكون فريلي. فانت هتكتب ان السبب هو يا اما الحراره العاليه يا اما الالكتريك فيلد. The boiling point of pure water constant at specific pressure. ليه يا ولاد البويلنج بوينت حاجه ثابته؟ البويلنج بوينت يا شباب حاجه ثابته. هو السؤال ده يعني سؤال ممكن نشيله، خلاص ممكن نشيله انساه خالص، بس يعني لما يقول لك ليه البويلنج بوينت ثابت مع ثبات درجه الحراره، تقول لانه واحد من الكاركترستكس المميزه لكل ماده، بس لكل ماتر، بس خلاص. والسؤال ده انساه مش مشكله، مش عايزينه اصلا. نخش بعد كده على اسئله what happens. اول سؤال بيقول لي what happens when a substance gains thermal energy. ايه اللي يحصل لو اي ماده في الدنيا gains thermal energy؟ عارف ايه اللي هيحصل لها؟ الكاينيتيك انرجي بتاعتها هتزيد، فده هيؤدي لانها ايه اللي هيحصل لها؟ التمبريتشر بتاعتها هتزيد. بس 2 the attractive force between matter particles are weak. الاتراكتيف فورس between matter particles are weak. عارف احنا كده نبقى في الايه؟ نبقى كده في الجازوس ستيت. بالتالي لان الاتراكشن فورس بتكون ضعيفه فممكن يحصل له كومبريسابيلتي، بس انت هتكتب بس ان هي في الجاز ستيت. The temperature of a liquid reaches its boiling point. التمبريتشر لليكويد ما يعني سائل يعني reach its boiling point، ساعتها هو هيتحول من الليكويد ستيت للجاز ستيت. وممكن تكتب كمان يا عم ان بيحصل bubbles. A gas is subjected to increased pressure.
ايه اللي يحصل بزياده البريشر على الجاز؟ الجاز هيحصل له compressibility. يعني ايه؟ يعني الفوليوم بتاعه هيحصل له ريدكشن او ريديوس. You add an impurities to a pure substance. قلنا من شويه لو احنا عندنا حله الموليكيولز بتاعتها هي عايزه تهرب، ايه اللي حصل؟ قمنا احنا حاشرين حد في النص كده. الحد اللي احنا حشرناه في النص ده هيزود الاتراكشن فورس بتوين موليكيولز، بالتالي هيزود من البويلنج بوينت، يبقى ده هيؤدي للانكريزنج بويلنج بوينت. boiling point. A liquid continues to gain more thermal energy after reaching its melting point. بعد ما وصل melting point الليكويد فضل برضه يزيد عليه الثيرمال انرجي. عارف ساعتها ايه اللي هيحصل له؟ ساعتها التمبريتشر بتاعته ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد لحد ما يوصل لحاجه اسمها boiling point. A liquid loses thermal energy. لو حاجة في الدنيا أي حاجة يعني loses thermal energy، ساعتها التمبريتشر بتاعه هتقل لحد ما يوصل لدرجة الفريزنج. A gas is passed through a high electric field. ايه اللي هيحصل للجاز لو عدى على high electric field؟ هيتحول لبلازما ستيت. طب ازاي بقى يتحول لبلازما ستيت؟ هيتحول الجاز لبوزيتيف ايون and a free electrons. Particles with lower mass are in a medium with particles with higher mass. عارف ايه اللي هيحصل؟ اللي عنده lower mass هيتحرك faster than، وقلنا الكلام ده في المحاضرة، هيتحرك faster than higher mass. The humidity decreases. لا، ايه اللي يحصل للهيوميديتي لو زادت؟ الهيوميديتي دي يا جماعه كانت هي الوحيده اللي بانفيرسبل ريليشن مع الايفابوريشن، فساعتها الايفابوريشن الهيوميديتي ديكريز يبقى الايفابوريشن انكريز، لان الاثنين عكس بعض. Complete the rate of diffusion depend on the temperature of the diffusion medium، صح، and the mass of particle. في حاجتين بيتحكموا في الديفيوجن، هي التمبريتشر والماس. During melting and boiling point process the temperature remain constant where the absorbed heat energy space the attraction force break down a weakness. The ability of a substance to diffuse is a property of A and A state. مين الستيتس اللي بيحصل لها diffusion؟ هي الليكويدز والجازز. Solid particles space in their position without moving, while liquid particles solid particles vibrate in this position، بتتحرك في مكانها، بتتهز في مكانها كده. while liquid particles move freely. سؤال غريب بصراحة. melting and freezing are examples of الميلتنج والفريزنج. ايه process؟ reversible processes، يعني عمليات انعكاسية. as are مين تاني كان reversible يا جماعة؟ قال لي هنا الميلتنج والفريزنج في اتنين، حد اسمه deposition وحاجة اسمها evaporation، سوري انا اسف، evaporation and condensation، مش deposition خالص، and condensation. Boiling involves forming bubbles while evaporation happens without bubbles. مش عارف ايه المشكلة. bubbles. Plasma state is characterized by high electrical conductivity. As the surface area increase the rate of evaporation increase برضو. افتكر يا ابني ان كل حاجه بتتناسب، يعني كل حاجه بتزيد الايفابوريشن تزيد الثانيه تزيد معاها، ما عدا بس كانت الهيوميديتي. Physical change means a change of state while chemical change means a change in the composition and formation new. ممكن تكتبها composition، ممكن تكتبها structure، ممكن تكتبها اي حاجه. The transformation of water from one state to another such as evaporation, condensation, freezing
and melting are fundamental process in the hydrocycle او ممكن نكتبها water cycle. تمام. ندخل بقى على المالتيبل تشويس، وانا عارف انتوا بتحبوا الام سي كيو قد ايه، يعني عارف ما بياخدش منكم مجهود. وانتوا كسالى. Which state of matter has very weak attractive force between its particles؟ مين اللي عنده very weak attractive force؟ الجاز. According to the particle theory of matter, particles are in a state of continuous motion. Fixed position ليه؟ لا كلها بتتحرك. The ability to flow is a property of solids and liquid. لا liquid and gases. Which of the following processes is the opposite of sublimation؟ عكس sublimation deposition. The melting point of ice 0. The rate of evaporation increases when rate of ماشي. التمبريتشر ديكريز لا التمبريتشر انكريز، لان احنا قلنا التمبريتشر بتزيد معاها. الوحيده اللي كانت عكسها يا جماعه كانت الهيوميديتي. يعني هو جايب لي هو الهيوميديتي انكريز والثانيه انكريز غلط برضو. الهيوميديتي دي ديكريز عشان تبقى ماشيه صح. سيرفيس اريا ديكريز لا، لانه برضو السيرفيس اريا بتزيد معاها، الاثنين هيزيدوا مع بعض. سبيد اير كارنت انكريز وانكريز صح مظبوط، تبقى الاجابه دي. Which of the following is an example of physical change؟ مين في دول example على الفيزيكال change؟ formation of rust ولا burning a log ولا melting of ice؟ ايوه تحول من state لستيت تانية. Brownian motion is a random motion of relatively large particles suspended in a ماشي. Brownian motion random ماشي. in solids لا liquid ولا gases ولا fluid؟ لا fluid. يعني ما ينفعش اجاوبها liquid بس، ما ينفعش اجاوبها gases بس، فهي fluid اصح واحده فيهم. Which state of matter can be compressed gas؟ the transformation of a substance from solid to liquid. من السوليد للliquid اسمها melting. تم بحمد الله. كده يا شباب احنا راجعنا مع بعض مراجعة، يعني الحمد لله مش هنشكر في نفسنا يعني، بس مراجعة قوية جدا 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 على الليسون 1 وليسون 2. كده احنا جاهزين تماما علشان ندخل في ليسون 3 واحنا مطمنين. ليسون 3 يا شباب ليسون تقيلة، وليسون 4 ليسون تقيلة، محتاجين شويتين 3 مذاكرة واهتمام. أرجوكم ما تكسلوش، خلونا نخلص يونت 1 ونخلص كل القرف ده بقى، عشان يونت 2 لذيذة قوي بصراحة. أنا مستعجل قوي عشان أروح يونت 2. أشوفكم على خير يا أبطال إن شاء الله في محاضرات قادمة وفي وركشوبس قادمة، وأتمنى لكم إن شاء الله يوما هادئا ونوما هانئا، والسلام عليكم.